بدنا نبدأ بدي أشكر النادي الجيل، هذا النادي العريق اللي دائما يعني ما بفشلنا، بالعكس احنا بنعتبره بيتنا، ولنا تجربة سابقة يعني كان دائما مرحب فينا. شكرا جزيلا للنادي الجيل. بدي أشكر القائمين على تلفزيون نارت لأنه كمان ساهموا في الترتيبات لهذا اللقاء. نبدأ بسم الله ونقول إنه مبررات طرح هذا الموضوع. ليش بدنا نحكي في هذا الموضوع؟ أنا بعرف كلنا أنتم غالبيتكم يمكن قريتوا قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، بس بسوى إنه يكون هناك نوع من التحليل والتفكير فيه، لأنه هو هذا الموضوع هو مطلب أساسي للإصلاح السياسي اللي بيقوده جلالة الملك المعظم، وهو مشرف على هذه البرنامج السياسي والاقتصادي والإداري. فمن هون يعني أهمية هذا الموضوع. والأحزاب هي تشكل الرافعة اللي ترفع الديمقراطية، بتعزز الديمقراطية في البلد، والديمقراطية الطبيعية هي بتعزز المواطنة والانتماء للوطن. القانون معروف إنه هو البنية الأساسية اللي بيرتكز عليها كل استراتيجية وكل مشروع وكل عملية إصلاحية. هذه المرحلة من المئوية التالية يجب أن نخرج بكيان سياسي تشريعي يواجه الصعوبات اللي يواجهها الأردن محلياً وإقليمياً وعالمياً. هناك في أكيد بيعرفوا سعادتهم اللي بالبرلمان إنه هناك في توجه قد لا يكون قليلاً جداً، بس هو مش بعيد كثير، إنه الكوتات كلها تنتهي بعد ما تمشي قضية الأحزاب ويصيروا يشكلوا حكومات. فلذلك مهم كثير شبابنا وبناتنا الجيل الجديد خصوصاً إنه ينتمي للأحزاب، لأنه لازم نكون جزء من صناعة القرار في الأردن. إذا ما كنا جزء من هذا التيار اللي عم بيمشي يحطونا على جنب والتيار يضل ماشي يعني. فمشان هيك يجب أن نعد أنفسنا قبل الوقت ونكون جزء من هذه المسيرة أو عملية إصلاح المشاركة السياسية. لأهمية هذا المشروع أو هذا الموضوع بدنا نستضيف معالي الدكتورة نانسي نمروقة، هي وزير دولة للشؤون القانونية، وهي تمثل الجيل الجديد اللي بيطرح حاله على في مجتمعنا بكفاءة بعلم وبخبرة. فمن هون نقول لك أهلا وسهلا فيكي، هذا هو بيتك قبلينا. يعني أنت اللي لازم تلعبي فينا هون، بس إحنا وياكي نفس الشيء. بدي أعطيكم فكرة شوية عن، أكيد هي معروفة بس بعثت لي السي في تبعها مختصر كثير، يعني مش راح ياخذ لنا وقت كثير. اوكي. معاليها حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون العام وإجازة ممارسة مهنة المحاماة. لديها ما يزيد على 26 سنة خبرة في المجالات القانونية المتعددة، وخاصة في مجالي التشريعات والاستشارات القانونية، متخصصة في إعداد التشريعات وفي الصياغة التشريعية، ولا سيما صياغة التعديلات الدستورية والصياغة المتخصصة للقوانين والأنظمة، وإعداد وصياغة أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بالاستناد لأحكام قانون الدفاع. لسه بنضل بقوانين الدفاع. يعني تكون ميزة بس يعني بدنا نضل القوانين ولا نخلص منها؟ إن شاء الله قانون عاقل. شاركت في إعداد أدلة الصياغة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية، خبيرة في الشؤون الانتخابية وإدارة الانتخابات، وعملت كمحاضر غير متفرغة في المعهد الانتخابي الأردني. أهلا وسهلا فيك ثانية. معك نص ساعة لو سمحتي. شكرا. مساء الخير، مبسوطة كثير بوجودي بيناتكم بين أهلي وعزوتي وعشيرتي.
بشكر كثير نادي الجيل الجديد، بشكر قناة نارت الشرقسية على هاي الدعوة الكريمة واللطيفة اللي جمعتني بأهلي، وعشان نحكي في موضوع جدا كثير مهم ويعني حديث الساعة. طبعا لا يفوتني أن أخص بالشكر لسعادة الدكتورة هيام اللي كان لها الدور الرئيسي في تنظيم هذا اللقاء، واللي بعتز وبفتخر فيه اليوم بين أهلي وبين عزوتي وعشيرتي. أستذكر في هذه القاعة العريقة التي تحمل اسم المرحوم فؤاد نبوج أجمل الذكريات، وأعتز بنادي الجيل الجديد وبإنجازاته وبمساهماته في شتى المجالات، متمنية له ولقناة نارت الشرقسية المزيد من التقدم والنجاح في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك المعظم. فاليوم يجمعنا هذا اللقاء لتسليط الضوء على أبرز التطورات التي شهدتها الساحة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأهم مخرجات الرؤية الوطنية لتحديث المنظومة السياسية التي جاءت تلبية لتوجهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية والحزبية تليق بالأردنيين والأردنيات، متمنية أن يسهم هذا اللقاء في تسليط الضوء على أهم التطورات في هذا المجال. فالدولة الأردنية احتفلت بذكرى مئويتها الأولى ودخولها المئوية الثانية بإطلاق مشروع تحديث منظومة العمل السياسي بغية إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية الأردنية تضمن مواصلة عملية التطور لتعزيز حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترتقي بديمقراطيتهم وصولاً إلى برلمان قائم على كتل حزبية وأحزاب برامجية بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور المرأة والشباب في الحياة العامة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. جرت الانتخابات في الأردن وفق 7 قوانين تطورت خلالها قوانين الانتخاب، وهذا دليل واضح على التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي شهده الأردن منذ تأسيسه وحتى وقتنا الحاضر. فقانون الانتخاب من أهم القوانين التي من شأنها التأثير في الحياة السياسية في أي دولة، ولا بد لأي قانون انتخاب أن يشتمل على 3 عناصر أساسية، هي النظام الانتخابي والنظام هذا يترجم الأصوات إلى مقاعد، والإجراءات الانتخابية، ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية. طبعا رح نبلش ابتداء بقانون الانتخاب عشان نقدر ندخل على قانون الأحزاب السياسية ونشوف ما هو الجديد في قانون الانتخاب وما هو علينا عمله حتى نستطيع أن ننسجم مع هذا القانون ونصل إلى المقاعد بالطريقة الجديدة التي رسمها هذا القانون. وفقا لأحكام هذا القانون تم تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، وخصص لها جميعا 138 مقعد. في ظل قانون 2016 كان في عندنا 130 مقعد، حاليا في عندنا 138 مقعد ب 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة واحدة على مستوى المملكة. خصص للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة 97 مقعد. مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية سيكون الانتخاب فيها وفقا للقائمة النسبية المفتوحة. خصص للعاصمة عمان 20 مقعد ضمن 3 دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة عن كل دائرة انتخابية، يعني 3 مقاعد للمرأة، وعلى مستوى المحافظة مقعد للشركس والشيشان. إذا عمان أصبح لها على مستوى الدائرة المحلية مقعد واحد. فيما يتعلق بمحافظة الزرقاء خصص لها 10 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان. إذا الدوائر الانتخابية المحلية للشركس والشيشان مقعدان على هذه الدوائر. فيما يتعلق بالدائرة الانتخابية العامة خصص لها 41 مقعد، تمشي في السلايدات، 41 مقعد تشكل بقوائم حزبية. وهنا مهم جدا أنه نحكي على القوائم الحزبية اللي هي أساس قانون الأحزاب الجديد. طبعا هذه القائمة الحزبية في لها شروط وفي لها متطلبات. هلا هون زي ما بنشوف عندنا دائرة انتخابية محلية وهذا تعريفها، هنا الدائرة الانتخابية العامة. الدائرة الانتخابية المحلية زي ما حكينا 18 دائرة
ب 97 مقعد، وهون 41 مقعد للدائرة الانتخابية العامة. طبعا ما هو المقصود بالقائمة النسبية المفتوحة؟ القائمة النسبية المفتوحة اللي هي القائمة التي تحصل على عدد من المقاعد مساوي لنسبة ما حصلت عليه من إجمالي أصوات المقترعين الصحيحة. طبعا اللي بيفوز في هذا المقعد من القائمة اللي حصل على أعلى الأصوات، ولا يشترط الترتيب، يعني الترتيب مش مهم في هذه القائمة، المهم بياخذ المقعد الذي يحصل على أعلى الأصوات. فيما يتعلق بالقائمة النسبية المغلقة، هاي القائمة النسبية المغلقة اللي راح تكون على الدائرة الانتخابية العامة، هذه بيرتبها الحزب وفقا للترتيب اللي بده اياه، وبالتالي اللي بحصل على المقاعد اللي وفقا للترتيب الأول حسب ما أراد الحزب. طبعا قانون الانتخاب الجديد أوجد شيء ما يسمى بنسبة الحسم أو العتبة. هذه النسبة تمثل الحد الأدنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يجب أن تحصل عليه القائمة للتنافس للفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب. يعني مش كل القوائم رايحة تتنافس، راح يصير التنافس بالآخر بين القوائم التي تتعدى نسبة العتبة. طبعا الاقتراع راح يكون على ورقتين، واحدة للدائرة المحلية والثانية للدائرة العامة. ورقة الدائرة المحلية يستطيع المقترع أن يؤشر على عدد الأصوات، على جميع أعداد الأصوات إذا أراد الموجودة في القائمة المحلية. أما فيما يتعلق بالقائمة الحزبية بيكون التأشير فقط للقائمة. نرجع على السلايد اللي قبله. هلا أهم ما يميز وليش لازم إحنا نعرف موضوع القائمة الحزبية، لأنه خصص للشركس والشيشان مقعد واحد في الدائرة الانتخابية العامة، وبالتالي حتى يستطيع الشركس والشيشان الفوز بهذا المقعد لابد أن يكونوا من ضمن القائمة الحزبية، ولازم يتقدموا للانتخابات في ظل قائمة حزبية. طبعا إيش الشروط اللي لازم تكون موجودة في هذه القائمة؟ خليك على نفس السلايد. وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاث الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة. يعني بالقائمة الحزبية لازم يكون في عندي حداً أدنى امرأتان، شاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة. برضه هون ليش بنقول الشباب مهم جداً أنهم يتوعوا ويعرفوا أهمية الانخراط الحزبي. أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حداً أدنى. طبعاً إحنا عدد الدوائر الانتخابية المحلية 18، يعني لازم يكون بكل قائمة حزبية أقل شيء 9 يمثلون الدوائر الانتخابية المحلية من المحافظات. أن تتضمن عدداً من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصص اللي هو 41، يعني الحد الأدنى للقائمة الحزبية 9 والحد الأعلى 41. يخصص ضمن الدائرة الانتخابية مقعدان للمسيحيين ومقعد واحد للشركس والشيشان حداً أدنى. طبعاً شو المقصود في حداً أدنى؟ هذا المقعد محجوز المقعد، لكن ذلك لا يعني في حال فاز شركسي أو شيشاني زيادة على ذلك ضمن ال 38 أول 38 مقعد، ممكن أن يحصل عليه الشركسي والشيشاني، ممكن 2 ممكن 3 حسب ترتيب تسلسلهم في القائمة الحزبية. طبعا هاي رسمة توضيحية بتبين لنا ايش المكونات اللي لازم تكون فيها القائمة الحزبية، وزي ما قلنا مقعد واحد للشركس والشيشان. طبعا هنا فيما يتعلق بالدائرة المحلية، الدائرة المحلية اللي هي عندنا فيها مقعدين. القائمة لازم تكون حداً أدنى 2، حداً أعلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. المترشحين في الدوائر الانتخابية المخصص فيها مقاعد للمسيحيين والشركس والشيشان عليهم إما أن يختاروا مسار الكوتا أو المسار التنافسي. أما في القائمة الحزبية أو في الانتخابات على مستوى الدائرة الانتخابية العامة ليس هناك اختيار لمساران، هو مسار واحد تنافسي. هنا بختار أنا يا تنافس يا كوتا. طبعا الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحد لا يعتبر من ضمن الحد الأدنى، يعني ممكن أن شركسي يفوز على مقعد الكوتا، وكذلك ممكن أكثر من شركسي يفوز على مستوى الدوائر المحلية. هون زي ما حكينا أنه بيقدر يختار بين التنافس والكوتا. أوكي. طبعا هنا ال 138 مقعد موزعين حسب هاي الرسمة. في عندنا عمان لها 20 مقعد، إربد 15، الزرقاء 10، 8 البلقاء، وهكذا.
الدوائر الانتخابية، عمان فيها 3 دوائر انتخابية، إربد فيها دائرتان انتخابيتان، باقي المحافظات دائرة انتخابية واحدة. هاي رسمة بتوضح لنا كل محافظة، يعني عمان هي 20، 3 عدد مقاعد المرأة، عدد مقاعد المسيحيين 1 والشركس 1. هاي امرق عليهم سريعا. نرجع على الزرقاء. اوكي، الزرقاء عدد مقاعد الدائرة 10. شو يعني عدد مقاعد الدائرة 10؟ معناته اللي بده ينزل على القائمة المحلية بالزرقاء لازم قائمته تكون من 2 إلى 10، يعني مسموح له حدا أدنى 2، حدا أقصى 10. عدد مقاعد المرأة 1، عدد مقاعد الشركس والشيشان مقعد 1، يعني عندنا مقعد بالزرقاء وفي مقعد بعمان. إذن التطورات التي طرأت على النظام الانتخابي، صار في عندي إعادة ترسيم للدوائر الانتخابية وتوسيعها، صار في زيادة المقاعد المخصصة للمرأة، كان عند المرأة 15 مقعد أصبح 18. المحافظة على تمثيل الشركس والشيشان، ولم ينص القانون على حد أعلى لتمثيلهم، يعني بقيت المقاعد كما هي، لكن مع إمكانية التنافس الحر. سيكون لكل ناخب صوتان، أحدهما للدائرة العامة والآخر للدائرة المحلية، ويستطيع الناخب على مستوى الدائرة المحلية أن يختار عدد من المترشحين يوازي عدد أعضاء القائمة. سيعمل النظام على تعزيز التكتلات المبنية على أسس برامجية. سيطبق النظام النسبي المفتوح على المستوى المحلي، النظام النسبي المغلق على المستوى الوطني. ستكون نسبة الحسم العتبة فيما يتعلق بالمستوى المحلي 7%، فيما يتعلق بالمستوى الوطني 2.5. هاي العتبة. تخفيض عمر المترشح ليكون 25 عام، برضو هذا من أهم التعديلات التي طرأت على الدستور والقانون، أنه كان عندنا سن الترشح كان 30 سنة، أصبح الآن 25 سنة. سمح القانون لأبناء البادية بالترشح خارج دوائر البادية. بطل في صوته. اشتمل القانون على أحكام عامة للمجلسين النيابي 21 و22. شو بنقصد فيها هذه؟ هلا قانون 2022 رح يطبق على المجلس النيابي القادم، اللي هو المجلس النيابي 20. فيما يتعلق بالمجلس النيابي 21 رح تكون العملية كالتالي: انتخابات المجلس النيابي 21 رح تكون وفقا لمعادلة جديدة، تكون فيها نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية 50%، يعني نص ال 138 رح يكونوا نازلين على القوائم الحزبية. في المجلس 22 اللي وراه رح تكون النسبة للقوائم الحزبية 65%. هذا بيأكد لنا وبيدل لنا قديش مهم جدا انه احنا لازم يصير في عندنا وعي كامل وإيمان كامل بالعملية الحزبية، لأنه من خلال العملية الحزبية سيتم الوصول إلى مقاعد البرلمان. هذا فيما يتعلق بقانون الانتخاب. طبعا قانون الانتخاب مليء بالامور والنقاط المهمه اللي كثير بحب احكي لكم عنها، بس حفاظا على الوقت لانه نص ساعه سمحت لي الدكتوره هيام، فانا مضطره انتقل لقانون الاحزاب، واللي هو طبعا الاساس عشان موضوع القائمه الحزبيه. طبعا نقدر ننتقل على يعني هاي نطلع منها كلها. طبعا الأردن منذ تأسيس الإمارة وحتى عام 2022 عرف 7 قوانين للأحزاب السياسية، كان أولها قانون تنظيم الأحزاب السياسية لسنة 54، وآخرها القانون رقم 7 لسنة 2022. عرف بقانون الحزب. ما هو الحزب؟ السلايد وراها. الحزب تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، يهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة، ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا لأحكام المادة 35 من الدستور. تضمن القانون الأحزاب مجموعة من المبادئ والقواعد الأساسية التي تضمن انخراط وانتساب الناس للأحزاب السياسية وتشجع الناس على الانتماء للأحزاب. يعني طالما أنا لن أصل إلى البرلمان على الفترات القادمة إلا من خلال الأحزاب، كان لابد أن يتضمن القانون العديد من الضمانات. أهم هذه الضمانات: يمنع التعرض لأي أردني
بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي. يمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي. طبعا هاي المواد اللي عمالي بقرأها هي نصوص موجودة في قانون الأحزاب الجديد. يحق لمن وقع عليه التعرض بسبب انتمائه الحزبي أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي. يؤسس الحزب على أساس المواطنة، أساس تأسيس الحزب المواطنة، المساواة بين الأردنيين، الالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية. لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بين الجنس أو الأصل. تأسيس الحزب، من الذي يحق له تأسيس الحزب وكيف يتم تأسيس الحزب؟ نمشي على وراها. يحق لما لا يقل عن 300 من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب التقدم بطلب خطي لأمين السجل. طبعا أمين السجل هذا منصب تم استحداثه في الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة. أصبحت الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المعنية بتأسيس الأحزاب ومتابعة جميع شؤونها. كان سابقا في لجنة للأحزاب موجودة في وزارة التنمية السياسية، الآن أصبح الإشراف والمتابعة للهيئة المستقلة للانتخاب. هذا طبعا بيعزز وبيزيد من النزاهة والشفافية. إذا قلنا 300 من الأردنيين هذول اللي بيقدموا طلب التأسيس. شو هي الشروط اللي يجب توافرها في المؤسسين؟ يجب أن يكون أردني منذ 10 سنوات، أن يكون قد أكمل 18 سنة، أن لا يكون محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق، أن يكون كامل الأهلية، أن لا يكون عضواً في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، أن لا يكون من فئات وظيفية محددة. إجا القانون وحظر على فئات وظيفية محددة لضمان الحياد والنزاهة أن ينخرطوا بالأحزاب. منهم على سبيل المثال القضاة، رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية، الهيئة المستقلة للانتخاب، النزاهة ومكافحة الفساد، كذلك المفتي المملكة والمفتون، محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، المنتسبين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وغيرها. طبعا كل حزب سياسي يجب أن يكون له نظام أساسي يتضمن ما يلي. هاي قدامنا على الشاشة المكونات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي: اسم الحزب وشعاره، المبادئ التي يقوم عليها الحزب، شروط العضوية، إجراءات تأليف لجان الحزب واختيار قيادته، الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وقانون الأحزاب، تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية، إجراءات إقرار موازنته وبياناته الختامية، الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري كل 4 سنوات، تحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات النهائية وحل النزاعات بين أعضائه، إجراءات دمج الحزب في حزب آخر، إجراءات الحل الاختياري للحزب، وأحكام تصفية أمواله. إذا هاي مشتملات النظام الأساسي لكل حزب يؤسس. طبعا رسم قانون الأحزاب السياسية إجراءات طلب التأسيس. إجراءات طلب التأسيس واضحة ومحددة في القانون. بيتم تقديم طلب التأسيس لأمين السجل لدى الهيئة المستقلة للانتخاب. لازم كمان المؤسسين يفوضوا 3 بالنيابة عنهم، هذول بيكونوا مفوضين عنهم لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الحزب. المؤسسون لازم كمان ينتخبوا قيادة مؤقتة. هاي القيادة بتكون من 7 أشخاص تتولى عملية ومرحلة التأسيس، تنتهي مهامها عند انعقاد المؤتمر التأسيسي. طبعا بعد ما المؤسسين يقدموا الطلب للهيئة المستقلة للانتخاب يجب عليهم خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة للتأسيس أن يعقدوا مؤتمر تأسيسي. هذا المؤتمر التأسيسي فيه له شروط. هذه الشروط هي: أول شيء أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين اللي بدهم يكونوا موجودين في المؤتمر التأسيسي، لا يجوز أن يقل عددهم عن 1000 شخص. يجب أن يكون المؤسسون من سكان 6 محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عددهم عن 30 شخص من كل محافظة. يجب أن لا تقل نسبة الشباب عن 20% من عدد المؤسسين 1000. يجب أن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد المؤسسين اللي هو 1000. أن يكون من بين المؤسسين 1 على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
يجب أن لا يقل عدد المؤسسين الذين سيحضرون المؤتمر التأسيسي وجاهياً عن أغلبية الأعضاء، يعني 50 زائد 1 501 لازم يكونوا وجاهياً موجودين. المؤسسين إذا لم يتمكنوا من عقد هذا المؤتمر التأسيسي وفقاً للشروط اللي حكينا عليها معاهم 90 يوم، خلال 90 يوم لازم يستكملوا كافة هذه الشروط، وإلا يعتبر طلب التأسيس ملغى ولا يحق لهم التقدم بطلب تأسيس جديد إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تعذر عقد المؤتمر. إذا موضوع المؤتمر التأسيسي جدا مهم، اللي هي الفترة ما بين استكمال طلب التأسيس إلى سنة. هاي المتطلبات لازم تكون موجودة، وإذا لم يتمكن الحزب من استيفائها وأمهل 90 يوم بعدها لا يستطيع أن يتقدم مرة أخرى إلا بعد 6 أشهر. فإذا هي متطلبات جدا مهمة ويجب استكمالها. طبعا بالفترة اللي بيكون فيها الحزب تحت التأسيس هو بيكون دائما اسمه حزب تحت التأسيس، ولا يعتبر مؤسسا، ولا يحق له أن يمارس إلا الأنشطة السياسية التحضيرية والترويجية واستقطاب الأعضاء. طبعا المؤتمر التأسيسي لما ينعقد في بداية انعقاده بينتخب قيادة بينتهي دورها عند انتخاب القيادة التنفيذية للحزب، ويتولى المؤتمر التأسيسي إيش بيعمل؟ بيقرر النظام الأساسي للحزب، بينتخب قيادته التنفيذية النهائية، يتم تزويد الهيئة المستقلة للانتخاب وسجل الأحزاب بقرارات المؤتمر التأسيسي. إذا استوفى المؤتمر التأسيسي للحزب هذه الشروط يتم رفع شعار بذلك إلى الهيئة المستقلة للانتخاب التي عليها أن تصدر قرارا خلال 30 يوما. طبعا لازم تصدر قرار خلال 30 يوم، قرارها قد يكون بالموافقة إذا كان مستوفي كافة الشروط، وقد يكون القرار بالرفض، طبعا مكفول للحزب وفقا لأمور تطلبها القانون الطعن. في حال لم تصدر الهيئة المستقلة القرار خلال 30 يوم، كفل القانون للحزب أن يكون مؤسسا حكما، وبالتالي يعلن عن تأسيس هذا الحزب. إذا مرت 30 يوم يعلن عن تأسيس الحزب ويصبح هذا حزب رسميا مسجل، ينشر قرار تأسيسه في الجريدة الرسمية في صحيفتين من الصحف الأوسع انتشارا، ويصبح له شخصية اعتبارية تمكنه من التملك وتمكنه من التصرف بجميع التصرفات القانونية اللازمة للشخصية الاعتبارية. طبعا هلأ احنا صرنا أمام حزب موجود وقائم، وبالتالي أصبح له إدارة تتولى شؤونه. هذه الإدارة والقيادة التنفيذية مؤلفة وفقا لأحكام النظام الأساسي. النظام الأساسي بيحدد لنا من هي هذه القيادة، وله أمين عام، والأمين العام هو الذي يمثل هذا الحزب. لا يجوز لأمين الحزب أن يشغل هذا الموقع أكثر من دورتين متتاليتين. طبعا النظام الأساسي بيحدد مدة هذه الدورة، لكن لا يجوز أن تتجاوز 4 سنوات، وبالتالي أمين عام أي حزب لا يستطيع أن يمكث في هذا الموقع أكثر من 8 سنوات. طبعا قانون الأحزاب السياسية حدد إيش هي المبادئ والقواعد والمرتكزات التي يجب على الحزب أن يعمل وفقا لها. أحكام الدستور وسيادة القانون، المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية، أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية، تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، المحافظة على حيادية المؤسسات العامة، عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية، أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات أي دولة أو جهة خارجية، الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في الفئات التي يحظر انتسابها للأحزاب، عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله، الامتناع عن إقامة تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ضمان فرص المشاركة الفعلية للمنتسبين في إدارة قيادته التنفيذية، ضمان حق منتسبين من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية. هاي من ضمن المتطلبات الأساسية في قانون الأحزاب، أنه يجب أن يضمن الحزب للمرأة والشباب الوصول إلى المواقع القيادية فيه. نشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة. طبعا الحزب بعد الحزب القائم والذي تم تأسيسه يلتزم كل 4 سنوات بأن يعقد مؤتمر عام. هذا المؤتمر العام يجب أن يتم كل 4 سنوات. في حال لم يلتزم الحزب بذلك
فإنه يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية. طبعا احنا بنعرف انه موازنة الدولة مخصص فيها بند للمساهمة في دعم الأحزاب السياسية، واحنا حاليا في عندنا نظام للمساهمة في دعم الأحزاب السياسية، وهلا بعد صدور هذا القانون سيصدر نظام جديد. طبعا هذا النظام رايح يتضمن العديد من المرتكزات الأساسية اللي يتضمنها قانون الأحزاب الجديد. طبعا نظم القانون موضوع الموارد المالية للحزب، ونص وأكد على أن المصادر تمويل الحزب يجب أن تكون مصادر تمويل أردنية، سواء من أشخاص طبيعيين أو معنويين. حظر على الحزب تلقي أي هبات وتبرعات من مصادر مجهولة، من أموال من أشخاص غير أردنيين. كذلك ألزم القانون الحزب بتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارده المالية، خاصة أثناء الحملات الانتخابية. تشجيعاً للناس للتبرع للحزب، اعتبر القانون التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة نفقات قابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة للشركات والأفراد، بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل. يعني هذا تشجيعاً للناس والمواطنين على التبرع للأحزاب. كذلك حكينا على موضوع تخصيص بند للمساهمة المالية في دعم الأحزاب. طبعاً القانون كذلك شجع الأحزاب وأجاز لها الائتلاف. طبعاً الائتلاف بين الأحزاب يكون بهدف العمل معاً من أجل تحقيق غايات مشتركة. كذلك شجع الأحزاب على التحالف. الهدف من التحالف بين الأحزاب يكون بخوض الانتخابات النيابية وفقاً لأحكام قانون الانتخاب. كذلك أجاز للحزب الاندماج مع غيره أو مع أحزاب أخرى، سواء بتشكيل حزب جديد أو للاندماج في أحزاب قائمة. طبعا القانون عالج الوضع القانوني للأحزاب القائمة. يعني هلأ في سؤال دائما يثار، ما هو الوضع القانوني؟ أنا في عندي أحزاب قائمة حاليا ومرخصة في ظل الالتزامات الجديدة زي المؤتمر التأسيسي، في متطلبات كثيرة، موضوع المرأة، موضوع المحافظات، موضوع الشباب. شو وضع الأحزاب الموجودة؟ هل تعتبر بعد ما نفذ القانون هل انحلت ولا موجودة؟ لا، القانون قال أن الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكامه تعتبر وكأنها مؤسسة بمقتضى القانون، لكن ألزم الأحزاب بتوثيق أوضاعها فقط فيما يتعلق بعقد المؤتمر التأسيسي. يعني طلب من الأحزاب القائمة أنها تعقد مؤتمر عام تتوافر فيه الشروط المطلوبة في المؤتمر التأسيسي. طبعا شو هي الشروط المطلوبة بالمؤتمر التأسيسي اللي حكينا عنها؟ 1000 شخص، 20% مرأة، 20% شباب، يكون في عندنا شخص ذوي إعاقة، يكون في عندنا 6 محافظات، وهكذا. هذا إذن الإلزام الوحيد على الأحزاب الموجودة قبل نفاذ أحكام القانون. إذن بالنهاية إحنا يعني يبين لدينا أنه أهم المرتكزات اللي ضمنها قانون الأحزاب الجديد أنه بده أحزاب برامجية قوية فاعلة ذات توجهات وطنية وأهداف ورؤى وأفكار مشتركة، توسيع قاعدة المشاركة الحزبية على مستوى المحافظات وعلى مستوى المرأة والشباب، تشجيع طلبة مؤسسات التعليم العالي. وأنا بحب هنا كمان دقيقة أعطيكم هذا إنجاز جدا مهم لقانون الأحزاب. وطبعا بمقتضى قانون الأحزاب صدر نظام اسمه نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي. بعينا كثير طلابنا وشبابنا يعرفوا عن هذا النظام ويعرفوا أهمية الانتساب للأحزاب، لأنه بالمستقبل من الانخراط في الأحزاب هو اللي راح يوصلنا لمقاعد البرلمان، وبالتالي جدا مهم توعية الشباب في هذا المجال، وبالعكس نشجعهم وندعمهم للانخراط في الأحزاب والانتماء إليها. طبعا هذا النظام اللي طلع بالاستناد للقانون كان الهدف منه يحفز الشباب، يمكنهم. طبعا مش كل الشباب، هاي نقطة كثير لازم يكون عارفينها. مين اللي بيقدر؟ من هم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الذين يحق لهم ممارسة الأنشطة الحزبية؟ يجب أن يكونوا ابتداء أعضاء في الأحزاب. يعني الطالب العضو في الحزب هو الطالب الذي يستطيع أن يمارس النشاط الحزبي داخل مؤسسات التعليم العالي، اللي مقصود فيها طبعا الجامعات، الكليات الجامعية، كليات المجتمع. مؤسسات التعليم العالي معروفة، الطالب زي ما قلنا لازم يكون منتمي للحزب. النشاط الحزبي يجب أن يمارس داخل الحرم الجامعي، وعرف النظام وضبط مصطلح الحرم الجامعي.
طبعا ما هي الأنشطة الحزبية التي يسمح للطلبة أن يمارسوها؟ توعية وتثقيف حزبي، تعريف بالعملية الانتخابية، تشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسات التعليم العالي لمجالس الطلبة والاتحادات، عقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها، أي نشاط آخر توافق عليه عمادة شؤون الطلبة. طبعا هذا النظام حط التزامات على مؤسسات التعليم العالي، يعني نظم حقوق الطلبة، حط كمان عليهم الالتزامات والمحظورات، ونفس الشيء كمان ألزم مؤسسات التعليم العالي أنه ما تتدخل بهذا الموضوع طالما أنه يتم وفقا للنظام ووفقا للقانون. وبالتالي حاول هذا النظام أن يجد نوعا من التوازن بين ممارسة هذا الحق، خاصة لأنه إحنا داخلين على موضوع جديد اللي هو موضوع ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي. هاي بعجالة فيما يتعلق بالنظام، فيما يتعلق بقانون الأحزاب وقانون الانتخاب. طبعا الحديث يطول، قانون الانتخاب الحالي يمكن بده ساعتين وثلاثة، والأحزاب نفس الشيء، بس حاولت يعني إن شاء الله أن أكون أعطيتكم هيك لمحة سريعة عن أهم المشتملات والأمور الأساسية فيما يتعلق بالمرأة، فيما يتعلق بالشباب، فيما يتعلق بالمقاعد الشركس والشيشان، وكيف الطريقة والآلية التي يتم فيها المشاركة في الانتخابات. وأنا جاهزة لأي استفسارات أو لأي تساؤلات أو لأي مشاركات. يعني بشكل ممتاز عملت علينا أن تربط ما بين قانون الانتخاب والمقاعد الخاصة بالشركة والمرأة والشباب وأهمية أهم ما جاء في قانون الأحزاب. وقضية عندي ملاحظة إنه موضوع الشباب، المرأة 20% والشباب 20%، أنا شوية قلوبهم عشان هيك الموضوع إنه حتى من الشباب 20% يكون في إناث. طبعا هيك طبعا شاب أو شابة، يعني ممكن النساء تصير أكثر 100% من 18 ل 35 فئة الشباب. طبعا الشباب شاب أو شابة، وبالتالي ممكن ال 20% تصير 30%. يعني إذا الشابات كانوا متحمسات ودخلوا بالموضوع طبعا، لأن هي شاب أو شابة. نعم، لها فرصة جدا كبيرة. فيلا الشابات وينهم؟ بعدين في 55 حزب، وأنا سمعت بالتلفزيون على الأسبوع هذا اللي هو مرتين إنه 15 صاروا أوضاع، بعدين 5 20 صاروا 20، طب والخمسة والباقي 55 حزب. اللي ما بتصوب أوضاعه يتم حله، يعتبر يعني يتم حله بمقتضى أحكام القانون، وبالتالي ما في مجال لعدم تصويب الأوضاع. الفكرة كانت من القانون أنا ما بدي أحزاب صغيرة، أنا بدي أحزاب قوية وفاعلة تقدر تقوم وتشتغل وتؤدي الدور الكبير اللي مطلوب منها، لأنه الأحزاب بالمستقبل رح يكون لها دور كثير كبير بالمشاركة في الحكومات وفي تشكيل الحكومات وفقا لأحكام المادة 35 من الدستور. وبالتالي المشرع بقانون الأحزاب كان حريصاً على أن تبقى الأحزاب القوية والفاعلة، مش الأحزاب البسيطة والصغيرة. عشان هيك أصلاً كمان شجع اللي مش قادر يضل أنه تندمج أكثر من أحزاب بحزب واحد، وبالتالي اللي ما بيوفق أوضاعه يتم حله بمقتضى أحكام القانون. في البداية أشكرك كمان مرة، شكرا عليك. بدي أعطي مجال للأخ باسل الحشطاس، عنده بعض الملاحظات وعنده بعض القضايا يطرحها، بعدين نشوف. فكل واحد بده يحكي لو سمحتي يحكي اسمه لأنه في تسجيل. مساء الخير جميعا. أول شيء بدي أشكر معالي الدكتورة نانسي ممروقة لتفضلها بقبول دعوتنا وتقديمها المعلومات الممتازة واللي ضرورية في هذه الفترة بالذات إلنا كمجتمع إنه نتعرف عليها. بدي أشكر طبعا نادي الجيل اللي شاركنا بهذا الموضوع، وهم فعليا اللي قاموا بالدور كلياته، الترتيب والتنظيم كان منهم. بدي أشكر الدكتورة سعادة الدكتورة هيام كلمات اللي تابعت وساهمت ونسقت لهذا الموضوع كلياته. وبدي أشكر حضراتكم جميعا لأنه عانيتوا الحضور بظل الظروف الجوية
ولا شك بأنه هذا الحضور الكبير إن دل على شيء فبيدل على رغبة الجميع في الالتقاء مع معاليها وسماع الكلام الجميل اللي بتحكيه. إذا سمحتوا لي أنا بدي أحكي مداخلة عن سبب رغبتنا كقناة نارت بأنه نعمل مجموعة أو سلسلة من المحاضرات الشبيهة بهذه المحاضرة. لا شك بأنه إحنا مع التغييرات السياسية الجارية في البلد إحنا يفترض أنه ما نضل متأخرين عنها. المجتمع الشركسي كان دائما مبادر وكان دائما في الطليعة. التغيرات السياسية تتطلب منا أن ننسق أمورنا وننظم أمورنا. كنا في هذه البلد دائما نطلع على كيف ممكن أنه نساهم وكيف نساهم بالأمن وبالاستقرار وبالنهضة وبالتنمية. هذا الدور احنا بنقدر نلعبه إذا فعليا قدرنا نعمل سلسلة من الندوات والمحاضرات بهذه الطريقة. لا شك أنه هي مش أول محاضرة، ولا شك بأنه في عدة توجهات صارت بهذا الخصوص منذ أن بدأ تطبيق التوجيهات الملكية بخصوص التغييرات السياسية الحاصلة. في مجموعة بالمجلس العشائري مهتمين في هذا الموضوع، في مجموعة بالهيئة الشبابية مهتمين في الموضوع، الحاكمية الرشيدة كمان مهتمين في الموضوع، جمعية أصدقاء شراكس القفقاس مهتمين في الموضوع. فعندنا مجموعات كبيرة من الناس مهتمين، إضافة إلى مجموعة مبادرة أطلقوا على نفسهم اسم مبادرة التوعية السياسية الشركسية. كل المطلوب إنه كافة الناس المهتمين بالمجتمع الشركسي نلتقي بين كل فترة وفترة ونتبادل بشكل ديمقراطي كيف ممكن إنه مجتمعنا يساهم بشكل إيجابي في الفترات القادمة. إن شاء الله إحنا بنضلنا نتابع هذا التنظيم، وإن شاء الله دائما بنلقاكم. ومرة ثانية شكرا لمعالي الدكتورة. مساء الخير. كل الشكر لمعالي الدكتور نانسي وسعادة الدكتورة هيام ونادي الجيل الذي عودنا على اللقاءات الحميمة، وشكرا لحضوركم البهيج. حقيقة أنا زي ما قال الدكتور باسل مجلس العشائر نهتم وأنا نائب رئيس المجلس بموضوع الانتخاب وموضوع الأحزاب. كما يعلم الجميع تقليديا الشراكسة كانوا ضد الأحزاب لأنها كانت منذ الخمسينات كانوا يعتقدوا أنها ضد التوجه الملكي، فبالتالي كان في عزوف عن الأحزاب. الآن حتى نستطيع أن نقنع جماهيرنا الشركسية بالانتساب إلى الأحزاب، أنا بعتقد لازم يكون في شغل كبير جدا. في نقطة واحدة أرجو من معاليكي إنك توضحي لنا إياها. رغبة جلالة الملك إنه كل طلاب الجامعات ينتسبوا إلى الأحزاب. تمام، أنا بعثت حفيدي 4 سنين على الجامعة وتخرج. لما تخرج وهو حزبي منتظم من 4 سنوات بيكتشف إنه في 16 هيئة، صححيني إذا ممنوع عليه إنه ينتسب إلها. معنى ذلك إنه ما في أمامه إلا القطاع الخاص، وإحنا بنعرف إنه شبابنا بهمهم الانتساب إلى القطاع الخاص. طبعاً بقدر أفهم خصوصية عدم السماح بدخول الحزبيين إلى الجهات الأمنية، ولكن فيما عدا ذلك أنا بعتقد أنه من غير الإنصاف أنه أنا آجي لابني أو حفيدي الطالب وأقول له استقيل من الحزب حتى ندخلك وزارة الخارجية على سبيل المثال. أرجو بيان ذلك وشكرا.
شكرا. أنا اسمي أحمد بوران للتقديم اليوم وشرفتي بمعرفتي. لا شك إنه مما يعني هالعرض الشيق لقانون الانتخاب حابب أنقل لمعاليك نبض الشارع. ما هي يعني الأمور الإيجابية والسلبية؟ لأنه الكلام الجميل في الاستراتيجية كلام جميل جدا، ولكن نأتي للنقطة اللي زميل أبو عمر حكاها. الطلاب الجامعيين كلنا يعرف أن 45% من الطلاب الجامعيين هم أصحاب مكرمات. 45% رقم كبير. هلا هذول بموجب القانون لا يصح له الانتخاب، لأنه أول ما يأخذ البعثة القانون بده يكتب ويمضي إنه لا أنا لا ألتزم بالحزب. فيجب على الدولة، وهي الملاحظة اللي حابين نقوليها معاليكي، إنه إذا بدهم القانون يمشي هذا ينقوا مادة هاي، لأنه لا يجوز، لأنه نحن عم نقتل قانوننا بيدنا بدون بس أي مادة عفوا اللي تلغى؟ إنه في المقرمة الملكية أن في بند بقول أن لا يكون منتسبا لأي حزب وأن لا ينتسب. هاي المبتعد، وهذول يشكلوا 45% من الجسم الطلابي. اوكي؟ فهذا يجب عليه. النقطة الثانية في يعني مبدأ الأحزاب كلمة بتخوف كثير، وصارت تخوف أكثر، وهذا ما نرجو أن تنقلي معي. يعني لا يجوز أن نحكي بالأحزاب ونيجي لحزب تبع الإخوان المسلمين والجبهة العمل والوسط والثانيين والوسط وزمزم. هلا سووا اللقاء والحزب الثاني، انه بلشت الدولة تحتك فيهم ممنوع. يعني من ناحية في تيار في الدولة بقول لك الأحزاب موجودة، وفي تيار عمول لك ممنوع، فيش بكسر راسك إذا بتصير. هلا ما يقال على مستوى الشارع الآن إنه صارت الدولة مفصلة اللي بدها إياه، لأنه رح تعزل اللي بده إياه، وهذا هو ضد مبدأ الديمقراطية. فما نرجوه. النقطة الثالثة اللي بتهمنا نحن كمجتمع شركسي، وهذا في مؤتمر القيادات الشركسية في نورنبرغ في المؤتمر، بذكر إنه من ورقتي ذكرت النقطة التي تفضل معاليها فيها وهي التوعية. يجب، نحن متأخرين كثير في نشر مفهوم التوعية في الجيل الجديد اللي عندنا، لأنه في السياسة اللي حطيناها إنه يجب أن نبدأ بالتوعية كما يجب أن ننتهي في التوعية، ولذلك التوعية هي حلقة متواصلة مش لازم نوقف فيها إذا أردنا لمجموعتنا النجاح. بغير ذلك سيأتون نواب الباراشوت التي لا علاقة لنا بكل هذا مجتمعنا إذا أردنا لهذا المجتمع الفلاح. وختاما تحية للسيدات التي أرجو من كل هالمؤسسات اللي بتحكي إنه تعطيهم الاهتمام الزائد، لأنه هم سيشكلوا نسبة كبيرة من الجسم الانتخابي والجسم في الترتيب في البرلمان، نتيجة لأمور لا داعي إنه ندخل فيها. ولذلك يجب أن نهتم من الآن في الإعداد بشاباتنا حتى نأهلهم لهذا المسار الانتخابي الجديد. وشكرا لكم. مساء الخير. شكرا جزيلا لمعاليك، بالفعل محاضرة قيمة. أنا عندي سؤال بسيط جدا وصغير. بالدائرة العامة شو المقصود بالحسم المسموح والعتبة؟ شكرا. مساء الخير. أول شيء شكرا معاليك على المحاضرة القيمة، يعطيك العافية، وشكرا لنادي وقناتنا قناة الجميع بكل الفضل. أنا يعني بالنسبة لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب، يعني هذول ما بينفصلوا عن بعض.
ضعف الاحزاب ناتج من ضعف قانون الانتخابات. يعني احنا من بلشت الحياه السياسيه من 89 لهلا صار طرح حوالي 4 6 مرات تغيير على قانون الانتخابات. ما في عندنا استقرار سياسي بقانون الانتخابات. يعني بلشنا اول شيء بالقائمه النسبيه المفتوحه، بعدين الصوت الواحد، بعدين القائمه النسبيه المغلقه، بعدين الصوت الواحد مع دائره وطن، بعدين صوت واحد مع اللي هو الدائره الوهميه ونائب وطن، وهلا جينا على الانتخابات. فما في عندنا استقرار سياسي بالنسبه للقانون الانتخابات. خلينا نحكي ثابت بالضبط. يعني من 89 لهلا صار طرح حوالي 7 مرات تعديل على قانون الانتخابات. ضعف قانون الانتخابات يؤدي الى ضعف الاحزاب السياسيه، لانها بتفرز نواب ضعفاء لانه القانون الاساس ضعيف. هذا واحد لازم تاخذه بعين الاعتبار. بالنسبه للحياه السياسيه زي ما تفضل كل الاخوان، بدها مصداقيه من الحكومه انها تفلت ايديها عن اللي بينتسب للاحزاب. اللي بينتسب للاحزاب يكون مقيد، لانه في كل المحلات بده يشتغل الا يكون حزبيا، الا يكون حزبيا. انا شو استفدت اذا دخلت في الحزب وقضيت على مستقبل ابنائي؟ فعزوف الناس كلها عن الانتخابات ناتج من اللي هو القيود اللي بتفرضها الدوله بايادي خفيه على الاحزاب، يعني بتتدخل في الاحزاب. يعني بدكم احزاب مضبوطه حره وطنيه بدكم تعطوها حريه الانطلاق، غير هيك ما راح يكون في احزاب. يعني بالنسبه بدي اسالك سؤال كمان معاليكي، بالنسبه للدائره اللي هي المغلقه، الدائره المحليه والدائره العامه، الصوت الشركسي هل يدخل ضمن قائمه في هذا؟ وهل واحد بيقدر يختار صوت واحد ولا كلهم؟ قديش صوت له في نفس في الدائره هاي؟ يعني عندنا بتحكي في الدائره، هلا اذا ترشح الشركسي في دائره واحده، الدائره المغلقه هاي المحليه، الدائره المحليه، هلا بيقدر قديش ينتخب عضو في الدائره المنتخب هاي؟ لانه اذا الصوت الشركسي في صوت واحد بيقدرش يعني ما بيستفيد. شو ليش بده ينخرط في الحزب؟ ما راح يستفيد شيء اذا في صوت واحد. فتوضحين هاي انه انا كشركسي دخلت في حزب، حطوني مثلا انا ترتيبي العاشر ولا لا؟ في حزب او في الدائره، بدك توضحين الثنتين كيف اذا شركسي دخل في الدائره المغلقه، الدائره الموحده او في الدائره العامه. هذا توضحينا لو سمحت، لانه هذا مبهم لسه مش عارفين كيف بدنا نشتغل فيه. شكرا لك. خليني اذا تسمحوا لي اجاوب في سؤالين طبعا، ويعني تعليقين كانوا على موضوع ممارسه الانشطه الحزبيه للطلاب في مؤسسات التعليم العالي. طبعا هذا القانون اذا بنيجي نقارنه بقانون الاحزاب اللي كان نافذ، ما كان فيه النصوص اللي كانت يعني تكفل وتضمن وتشجع على الانخراط في العمليه الحزبيه. يعني اذا نيجي نطلع على قانون الاحزاب بالماده 4 منه وبمقدمته، يعني انا بحب اقرا لكم اياها عشان تكونوا واثقين ومتاكدين انه بالنهايه قانون الاحزاب يعني بلش بالتطمين، لانه عارف المشرع والدولة الأردنية أنه في عزوف عن الدخول بالأحزاب وفي مخاوف عند بعض الناس بالانتماء للأحزاب، وبالتالي استهل القانون مواده بالتأكيد والتوضيح على موضوع الانتماء للأحزاب. للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها. يمنع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي. يعني ناس يقول هذا الشخص لأنه أبوه حزبي ما رح يوظفوه، القانون بيقول لك أبداً هذا الحكي مش موجود ومش رح يكون موجود. هاي المادة ما كانت موجودة بقانون الأحزاب الماضي. هذا دليل كتير كبير على أن الدولة جادة في تشجيع الشباب والمواطنين على الانخراط في الأحزاب، في رسائل تطمينية. يعني هاي نصوص تضمنها القانون عشان يطمن الناس، لأنه المشرع بعدين إحنا أصلا نعرف أنه قانون الأحزاب، قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية هاي كلها انبثقت عن رؤى التحديث السياسي اللي أطلقها جلالة الملك. إحنا في عندنا رؤى تحديث سياسي، في عندنا رؤى تحديث اقتصادي، وفي عندنا خارطة تطوير القطاع العام. هاي خارطة وهاي عابرة للحكومات. هذه عبارة عن خارطة للدولة الأردنية الحديثة. زي ما قلنا الأردن استهل مئويته الثانية
وأنهى مئويته الأولى بالدخول بمرحلة جديدة سياسيا وبرلمانيا، وبالتالي اجت نصوص القانون لتعكس ذلك ولتؤكد ولتضمن يعني تبعث رسائل تطمين للجميع انتسبوا للأحزاب. لن تستطيعوا أن تشاركوا في البرلمان إذا لم تكونوا حزبيين، وبالتالي كيف بدي ألاحق الطلاب لانتمائهم الحزبي؟ مش ممكن. احنا قاعدين عمالنا بنحكي على قانون جديد، قاعدين عمالنا بنحكي على توجهات جديدة. الدخول للبرلمان عبر السنوات القادمة لن يكون إلا من خلال الأحزاب، لكن الأحزاب اللي بتخالف القانون هذا شيء ثاني. أنا في عندي قانون، في عندي سيادة قانون، يا بكون ماشية ضمن القانون يا إما أكيد ستتم مساءلتي ومحاسبتي. أي حزب بخرج عن الحدود التي رسمها له القانون أكيد ستتم مساءلته، والقانون تضمن العديد من المواد التي تسائل الأحزاب في حال مخالفة القوانين. طبعا هذا كله فيه حماية لمصلحة الدولة، لمصلحة المنتسبين ولمصلحة الجميع. هذا فيما يتعلق بالأحزاب. هلا برضو كمان فيما يتعلق بالطلاب، يمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي. يعني كفل القانون عدم التعرض للطلبة. في نقطة بحب أكد لكم إياها فيما يتعلق بالطلبة. الطالب ابتداء لازم يكون عضو في الحزب حتى يستطيع أن يمارس النشاط الحزبي. إذا إجا القانون وقال له يا طالب انتسب للحزب وتعال على الجامعة، والجامعة راح تحتضنك، والجامعة رايحة تهيئ لك الأجواء المناسبة لممارسة النشاط الحزبي. بل أكثر من ذلك، النظام والقانون طلب من مؤسسات التعليم العالي، طلب من مؤسسات التعليم العالي أن تهيئ الأجواء الديمقراطية، طلب منهم أنهم يكون في انتخابات لمجالس الطلبة، للاتحادات، للجمعيات. طبعا مجالس الطلبة والجمعيات والاتحادات ما بيشترك فيها بس الطلبة الحزبيين، بيشتركوا فيها الحزبيين وغير الحزبيين، لكن اللي بده ينظم ويمارس النشاط الحزبي يجب أن يكون حزبي. طبعا قانون الأحزاب حظر على فئات معينة أنها تكون منتسبة للأحزاب، ما حظر عليها ذلك بفراغ، عشان يضمن الحيادية، يضمن النزاهة، يضمن عدم التدخل في شؤون الأحزاب وعدم التأثير على شؤون الأحزاب. يعني مثلا منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الطالب اللي كان بالجامعة بالحزب حب يروح يشتغل بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، شأنه شأن أي مواطن آخر بده يطلع من الحزب ويدخل على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ما حدا بيجبر أي حدا يدخل طالما أنه داخل وعارف أنه أنا بس أتعين في هذا المكان. طالب حب يصير قاضي، مجرد ما صار قاضي بده يطلع. ليه؟ عشان أضمن حيادية الأحزاب ونزاهة العملية الحزبية كاملة بدون أي تأثر أو تأثير. وبالتالي لما يكون في عندي نصوص قانونية وفي عندي سيادة قانون ما في إشي بخوف. وأنا بحب أأكد لكم وأطمنكم تماما أن الدولة جادة على جميع المستويات بالنهوض بالحياة السياسية وبدعم الأحزاب وبدعم الممارسة الحزبية، وليس أدل من على ذلك من النصوص اللي أنا قرأت لكم إياها واللي أصلا ما كانت موجودة بالقوانين السابقة. وطبعا هدول قوانين جديدة، يعني مثلا قانون الانتخاب اللي حكينا عنه لسه ما تطبق، رح نشوف ثماره في المجلس العشرين. بالمجلس العشرين رح يبلش تطبيق قانون الانتخاب الجديد اللي قلنا رح يكون فيه 138 مقعد، 97 مقعد للدائرة المحلية و41 مقعد للدائرة الانتخابية العامة. هلأ نيجي على موضوع الدائرة المحلية والسؤال اللي تفضل فيه الدكتور خلدون. الدائرة المحلية زي ما حكينا احنا عندنا بعمان 3 دوائر انتخابية، في عندي مقعد للشركس. الدائرة المحلية حدا أدنى لازم يكونوا فيها 2، يعني أنا ما بقدر أنزل على الانتخابات كفرد، ما بقدر أنزل بقائمة فيها شخص واحد، لازم أنزل بقائمة حدا أدنى 2، حدا أعلى عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة الانتخابية. هلا هذا فيما يتعلق باللي ترشح لازم يكون ضمن قائمة عددها زي ما قلنا، إذا كان عدد المقاعد 6 أو 7 يعني من 2 ل6 بيكونوا موجودين، الشركسي لازم يكون ضمن القائمة. أنا كناخب شركسي لما أطلع أنتخب رح أطلع يوميتها أنتخب، رح يكون في معي ورقتي اقتراع، رح أنتخب عن المقعد الشركسي للدائرة المحلية، رح أنتخب للمقعد الشركسي في القائمة الحزبية اللي هلأ رح يوضحوا أكثر. فيما يتعلق بالقائمة المحلية أنا كشركسي لما أمسك الورقة رح أعمل حركتين على الورقة، الأولى رح أأشر على اسم القائمة أو رمزها،
الثانية راح أأشر على الاسم أو أسماء. معاي الحرية في القائمة المحلية أن أؤشر على كافة الأسماء اللي موجودة في ورقة الاقتراع. يعني بقدر أأشر بس على اسم الشخص اللي أنا طالع أنتخبه، أو إذا كل المجموعة اللي معاه عاجبني أو جزء منهم برضه بأشر على أسمائهم. هلا كيف بيفوزوا؟ كيف راح يفوزوا؟ راح يفوز فيها اللي بياخذ أعلى الأصوات. يعني ليس هناك عبرة للترتيب في القائمة المحلية. كان اسمي 5 ولا اسمي 1، مش رقم 1 اللي راح يفوز. اللي راح يفوز في هذه القائمة اللي راح يحصل على أعلى الأصوات. هذا فيما يتعلق بالدائرة المحلية. وضحت؟ طيب فيما يتعلق بالدائرة العامة اللي لازم ننزل عليها عن طريق القائمة الحزبية. يعني إذا ما كنت عضو في الحزب ما بقدر أدخل، وبالتالي لما أقول لكم وأطمنكم وأكد لكم أن الدولة جادة في التشجيع والتحفيز على الأحزاب، وليس أدل على ذلك من أني أنا ما بقدر أروح على المقعد إلا من خلال يجب أن أكون عضو في الحزب. يعني ما بقدر أنزل على أي قائمة وأنا لست عضواً في الحزب منتسبة للحزب لمدة لا تقل عن 6 أشهر. يعني الانتخابات كمان أسبوع، ما بقدر اليوم أقرر والله بدي أنزل أنا على القائمة الحزبية وأقرر أنه بدي أدخل مع، لا، لازم يكون مرق علي في هذا الحزب 6 أشهر. طبعاً إيش السبب؟ حتى تضمن الدولة جدية الانتساب للحزب. مش أنا داخل على الحزب بس عشان أفوت له من باب للبرلمان. إذا لازم أكون منتسبة بالحزب مدة لا تقل عن 6 أشهر. هلا القائمة الحزبية زي ما قلنا الحد الأدنى للقائمة الحزبية 9، والحد الأعلى 41. من 9 إلى 41، وبالتالي ممكن تكون قائمة ب41 كاملة، ومو شرط يعني هذا الحد الأعلى، ولكن الحد الأدنى 9. هلا أي قائمة حزبية عشان تكون قائمة صحيحة وأصلاً ابتداءً تدخل على الحسبة لازم تتضمن النقاط اللي حكينا عنها. أول إشي بده يكون ترتيب جداً مهم فيما يتعلق بالقائمة الحزبية. مين اللي راح يفوز بالقائمة الحزبية؟ رقم 1. طبعاً قديش بتحصل القائمة الحزبية على عدد أصوات بالنسبة لعدد المقترعين اللي تجاوزوا العتبة، تمام؟ نسبة وتناسب. نقول القائمة الحزبية X طلعت ب5 مقاعد. كيف ترتيب ال5 مقاعد بهاي القائمة الحزبية؟ أول 5. إذن لا عبرة بعدد الأصوات للشخص، لأنه ابتداءً مش مطلوب. أنا بس أطلع ماسك الورقة الثانية كناخب راح أأشر فقط على اسم القائمة اللي بدي إياها، فقط اسم القائمة، وبالتالي بتنزل الأصوات كلها عميل على القائمة. هلأ مين اللي راح يفوز جوا القائمة؟ هذا شأن للحزب. الحزب هو اللي يقرر ابتداءً، بيقول هدول برتبهم من 1 إلى 10. فلما تفوز هذا الحزب أخذت 5 مقاعد، أول 5 بياخذوا. طبعاً لازم يكون بين أول 3. أنا كحزب لما أجي بدي أعمل قائمة حزبية ممنوع يكون رقم 3 مش امرأة. حداً أدنى. حداً أدنى. بالنسبة للمقعد الشركسي. هلا القائمة الحزبية زي ما قلنا، عشان أنا كشركسي لازم أدخل على قائمة حزبية مكتملة اكتمال قانوني صحيح. بين أول 3 في امرأة، ثاني 3 في امرأة، أول 5 شاب أو شابة لا يقل عمرهم بين 18 و 35، ولازم يكون في عندي تمثيل ل6 محافظات. الشركسي موجود في هذه القائمة. الشركسي لن يستطيع أنه يتقدم لهذا المقعد بدون ما يكون داخل قائمة حزبية. هلا طبعا القائمة الحزبية أكيد هو بيختار القائمة الحزبية اللي بده يكون فيها. راح يكون على الأصوات. تمام. التصويت راح يصير لهذه القائمة. تمام. هلا راح يكون في عندنا قوائم تجاوزت. أول شيء بدنا نتجاوز العتبة اللي هي 2.5% وإلها حسبة. إلها حسبة. مش كل القوائم الحزبية، لا، اللي تجاوزت العتبة. يعني لو نفترض كان عندنا 20 قائمة حزبية تجاوز منهم 12 قائمة، هدول 12 بيطلعوا، الباقيين خلص بيوقفوا. هدول ال 12 هلا بدها تصير العملية بيناتهم. كيف أنا بدي أشوف الشركسي اللي فاز؟ أول إشي رح نطلع على القائمة الحزبية اللي فازت. هل القائمة الحزبية اللي فازت وحصلت على أعلى الأصوات هل كان من ضمنها شركسي أو شيشاني؟ إذا كان من ضمنها شركسي أو شيشاني هو بياخذ هذا المقعد. هاي القائمة اللي جابت أعلى الأصوات لم يكن من ضمنها شركسي أو شيشاني، بنتقل إلى القائمة التي تليها، وهكذا. ممكن أن أصل
حتى فيما يتعلق بمقاعد الشركس والشيشان ممكن أن نصل إلى القائمة التي لم تتجاوز العتبة حتى أضمن وجود شركسي وشيشاني. هلا القانون فيما يتعلق بالعتبة للدائرة المحلية والعتبة للدائرة الانتخابية العامة سمح للهيئة المستقلة بالانتخاب حتى أضمن أني بالنهاية أعبي المقاعد. يعني ممكن ناس يقول لك طب ممكن على هاي الحسبة وهاي الطريقة تتعبى مقاعد البرلمان 138 خاصة ال 41، لأنها فكرة جديدة. وطبعا هي ترى هذا نظام انتخابي أكيد يعني مش نظام انتخابي فريد موجود بالعالم، لكن كل دولة بترتب نظامها الانتخابي على هوى مجتمعها، هوى طبيعتها وعدد السكان ومجموعة كبيرة من العوامل. القانون سمح للهيئة المستقلة تنزل بالعتبة، يعني طبقت 7% على الدائرة المحلية ما تعبت عندي المقاعد، بنزل بالعتبة نص بالمية، برجع بعيد الحسبة مرة ثانية، برضه برد بنزل بالعتبة، وهكذا حتى أضمن أن جميع المقاعد قد استكملت وملئت. هذا فيما يتعلق بالشركس والشيشان على القائمة الحزبية، يعني بنضل نطلع من قائمة لقائمة حتى يعني يبين معنا مين اللي فاز عليها. اللي بحب أقول لكم إياه أنه بالقوائم الحزبية قبل ما أجي أشوف مقعد الشركس والشيشان بطلع بين أول 38، هون بنحكي إحنا على الأصوات، بطلع على أول 38 اسم. إذا كان من ضمن الأول 38 اسم شركسي وشيشاني وأخذ من أعلى الأصوات لا يؤثر هذا على المقعد الثاني، يعني ممكن من قائمة يطلع شركسي وبرضه كمان أخذ مقعد للشركس والشيشان. فدائما بمسك أول 38 مقعد بتأكد هل في من بيناتهم شركسي أو شيشاني، بين أنه في شركسي وشيشاني وأخذ العدد الذي يؤهله للأخذ بمقعد بياخده ليس على المقعد الشركسي والشيشاني، بياخدوا تنافس، بعدين بطلع على المقعد المخصص للشركس والشيشان. هذا فيما يتعلق بهذا. ما بعرف وضحت ولا تمام؟ وجاوبنا على موضوع الطلاب والمؤسسات التعليمية. بحب أأكد لكم كونوا واثقين، شجعوا أبنائكم على الانضمام للأحزاب، لأنه الآن الفرصة. إحنا الشباب هم أجيال المستقبل، هم اللي لما يصير في عندي مجلس النواب الثاني والعشرون والثالث والعشرون، يعني واضح عندنا تماما أن هناك خطة للانخراط بالأحزاب والوصول إلى الحكومات وتشكيل الحكومات من خلال الأحزاب، وبالتالي يجب أن نشجع الشباب على الانخراط في الأحزاب والانتساب للأحزاب، وما في أي خوف ولا في أي قلق. بالعكس القانون ضمن لكل من يتعرض لأي تأثير بسبب الانتماء الحزبي بأن يتقدم بالطعن لدى المحاكم المختصة. أستاذة تغريد بدون المايك. لا أول شيء أنا المحكمة الدستورية لا أنتمي لأي حزب، المفروض أن أكون بعيدة عن الاتصال بأي جهة كانت من القطاع العام أو الخاص، لكن أنا أقدر وأكرم إخواني الأعزاء الشركس اللي بينا إحنا مع بعضنا، لذلك أقدرهم ومنهم عاليا، وخاصة أصحاب المعالي الشركات اللي لسه أمامنا. لذلك كان لكن من خلال هذا اولا اقدر واثمن عاليا من خلال هذا اللقاء، اقدر واثمن عاليا طريقه تقديم المعلومه من خلال البادي لانجوج والاي كونتاكت للاودينس للجمهور، قديش كنت مؤثره وتوصلي المعلومه بشكل جيد، وهي نحن بحاجه لها، لانه انا كثير مرات بتضايق ان المسؤول يمسك الورقه ويقراها ولا ينظر الى الناس اللي عم بيوجه لهم الرساله. لذلك يعني اقدر واثمن عاليا دورك ووصلتينا المعلومه بشكل جيد، واحترامي وتقديري لاصحاب المعالي واصحاب العطوفه والسعاده المتواجدين، ورجالي الشركسيه اللي بعتبر انه او خلينا نقول هن اكثر الموالين في هذا البلد. نعرفهم وتعايشنا مع بعض في هذه الفتره السابقه، ويمكن الشغله الاخيره لا يسعني الا ان اتمنى لكم الصحه والسعاده والتقدم والازدهار والسلام الذي نحن بحاجه اليه في هذه الايام. شكرا لك. شكرا. بدنا نعطي الشابات سمعت عندهم 20%. مساء الخير. عارف
عن حالي أنا أمال شابسو، وبدي أشكر معاليكي على الديتيلز اللي أعطيتنا إياها. سعادتك شكرا للتقديم الرائع، ونار طبعا دائما بتستحقوا كل الدعم. شكرا على هذه المنصة الرائعة. معاليكي أنا أول شيء بدي أحكي على موضوع طلبة المكرمة. ما كان السؤال إنه بعد ما يتخرجوا. بعد ما يتخرجوا طبعا كل الحق للأجهزة الأمنية إنه حسب الجهاز اللي يدخل فيه إنه ما يكون منتسب لأي حزب، لكن هي نسبة كبيرة كشباب خلال دراستهم يمنعوا وقعوا إنه ما بصير يكونوا منتسبين خلال الدراسة، وهذا بعد كل اللي اشتغلناه على تحديث المنظومة السياسية شوي مجحف بحق الشباب على النسبة الكبيرة. من قراءتك للمشهد عندي سؤال، بتحسي إنه هل هذا اللي بصير بشكل متسارع رح يقودنا كمان لتشكيل أحزاب متعددة وكبيرة لكن ما عندها القوة البرامجية المطلوبة، وبالتالي إحنا شبابنا إذا بدنا نشجعهم ينتسبوا أو المرأة من عندنا إذا بدها تنتسب وين بدها تميل ولا أي أحزاب إذا بده يصير في عندنا تعدد كبير على حساب ضعف في البرامج. فهل فعلا بلش يصير في تسجيل للأحزاب بقوة؟ لأنه بين يوم وليلة ما رح نتغير من العشائرية للحزبية، رح تضل تنبنى الأحزاب على العشائرية أعتقد. وبالنسبة للتوعية لازم يواكبها خطاب حكومي مش خطاب مؤسسي بس من منظمات المجتمع. لازم تواكبنا الحكومة بالتوعية لأنه واضح بدهم ينجحوا التجربة الحزبية. فهذه الخطابات الحكومية لازم يكون معها ممارسات، بمعنى الحكومة شوي تحكي كمان مع الأجهزة الأمنية، ما يصير تضييق على اللي بيشاركوا بالأحزاب لأنه في ممارسات مش زي اللي مكتوب وزي ما احنا توجهنا في الدولة انه نصير دولة حزبية. شكرا. أنا بعتذر للسؤال. السلام عليكم. اسمي جمال الوفاء. بدي احكي باسم الشركسي الأردني اللي كان له دور كبير جدا في إنشاء منظومة هذا البلد، سواء في وادي الأردن، في أمانة عمان، في محلات ثانية، يعني الجيش، الأمن العام. كان للشركة مشاركة كبيرة جدا. الآن يعني مع أنه قانون الأحزاب اللي تفضلتي فيه دكتورة هو يتيح المجال لنسبة معينة من الشركة للمشاركة في هذه الأحزاب وبالتالي الوصول إلى قبة البرلمان، لكن ما هو موضوع يعني الحكومات الحزبية. يعني أي حزب بيجي في أي بلد في العالم هدفه بيكون مش بس الجلوس في مقعد البرلمان بل الجلوس في مقعد الإدارة الحكومية. فهذا الموضوع أنا بعتقد راح يساوي شيء من الإشكال في الطريقة التي ندير فيها شؤون هذا البلد. وكثير من الناس اللي أنا كنت مش عضو مؤسس في أحد الأحزاب، لكن عندما تبين لي إنه أنا الوحيد اللي مش من المنطقة الفلانية فعلا أنا انسحبت، لأنه أنا مش من هاي المنطقة. كل المؤسسين اللي معي كانوا من إقليم من أقاليم المملكة الأردنية الهاشمية. فلا تزال هذه الأشياء موجودة في حياتنا العملية، وأنا برأيي أنه يعني الدولة في الأردن يجب أن تنتبه إلى هذه الإشكالية التي ستحصل والتي لها علاقة في ما هو هدف العمل الحزبي في المؤسسة في الآخر. الخضر في شركة سحالية زعيم حزب الخضر في ألمانيا مثلا، لكن حزب الخضر في ألمانيا مشارك في الحكومة، وليس يعني مجرد يتكلم في البرلمان، لأنه البرلمان بكل سهولة نقدر نسكر الميكروفون وما حدا بيعرف شو بيحكي جوا البرلمان. فعفوا لهاي المداخلة، لكن أنا أعتقد أنه كإنسان يعني أنا شخصيا طول حياتي في العمل اللي خلينا نقول السياسي الشركسي والسياسي بشكل عام، وتعرضت مرة لإطلاق نار حتى في أثناء دراستي في تركيا.
فهذه الشغلات يعني كيف واحد عنده هاي الخلفية لا يستطيع أو لا يجد المبرر الكافي إنه يدخل في أحد الأحزاب مشان يصير في المحصلة عضو في البرلمان. وإحنا بنشوف قاعدين شو اللي بيصير بالبرلمان يعني بشكل أو بآخر، هو عبارة عن مناكفات ما لها دخل في إدارة شؤون البلد. شكرا جزيلا. مساء الخير للجميع، وشكرا الحقيقة شكر كبير. يعني معالي الدكتورة قدمت معلومات ومحاضرة ووصلت كل المعلومات بشكل سلس وسهل، وأنا أتمنى أنه هذه الأمور اللي على الباوربوينت سلايدز أنه تتحول إلى مستند ورقي ونوزعه على الشباب وعلى الصبايا حتى يقرأوا مرة ومرتين وثلاثة، وبالتالي يصير جزء من تفكيرهم وجزء من بنية العقل وجزء من التوعية. لأنه إحنا بيهمنا الحقيقة. أنا الآن بدي أتحدث معك يعني بصفتي الحزبية. أنا نائب أمين عام حزب الوطن الأردني، وأنا الدكتور مجد الدين خارج من الجامعة. وإحنا يعني بدينا في مراحل تأسيس الحزب من البداية، وكنت أنا من المؤسسين القياديين. والحقيقة يعني كل هذه التحديات اللي البعض بيثيرها ويتمترس خلفها، يعني بحفر خندق ويتمترس حتى انه ما يشارك. كلياتها هذه الامور بسهوله ممكن الانتصار عليها، وبسهوله ممكن تجاوزها الحقيقه، وبالتالي نصل الى مرحله تاسيس الحزب وتقديم الاوراق الرسميه. انا بيهمني يعني اقول انه قانون الاحزاب الاردني الجديد اللي هو جزء من منظومه التحديث السياسي والاقتصادي والحضاري بتوجيهات سيدنا جلالة سيدنا الملك حفظه الله ورعاه، هو يعني اولا حضاري وثانيا تحفيزي. هو يريد ان يحفز الشباب، يحفز المواطنين، المرأة، ويحفز الجميع انه تعالوا وشاركوا، لانه المستقبل هو في المشاركة. احنا ما بدنا انه نسبة الاختراع تكون في دائرة من الدوائر اقل من 30%، احنا بدنا نسبة الاختراع تكون 60% و70% فما فوق، مشاركة حقيقية. عندك سؤال يا دكتور؟ عندي سؤال الحقيقة يعني الآن من داخل طويل لو سمحتوا، بدنا ايانا شوي مختصر. في سؤال معك من داخل التفاعلات الحزبية الآن. يعني في قانون الأحزاب يتاح للأمين العام أنه يأخذ دورتين، كل دورة 4 سنوات، وترك الأمر للنظام الداخلي للحزب، أنه في النظام الداخلي أنتم توصلوا إلى توافق أنه الأمين العام دورة واحدة أو دورتين. عمال يخلق لنا إشكالية داخل الحزب أنه الأمين العام المستقبلي من الآن بيبدأ يحضر أوراقه ويحضر جماعته ويجيب وكذا ويقصي ناس ويقدم ناس حتى يضمن ولاية ثانية. بالتالي أنا أرجو إذا صار في مجال لإعادة النظر أو لإضافة التعديلات في القانون أنه تحدد فترة الأمين العام بدورة واحدة فقط، حتى أنه نحفظ المجال لبقية القياديين ويكون الجو ديمقراطي أكثر. أشكرك سعادة المعالي. يعطيكم العافية جميعا. أحب أعرف عن نفسي. أول شيء أنا رايا غرب، عضو مؤسس بحزب الميثاق الوطني، وبالمناسبة حبيت أشير لهذا الموضوع عشان أشجع الشباب والصبايا أنهم يدخلوا بالحراك السياسي في مجال الأحزاب. أنا عندي سؤالين مختصرين عليكي. أول سؤال، إذا يعني كلنا بنعرف أن الأردن مصادق على اتفاقيات دولية، فإذا كان رؤية أو هدف من أهداف الحزب خالفت هاي الاتفاقيات الدولية، إيش بترتب عليها أمور قانونية؟ السؤال الثاني، حضرتك أشرتي لها اليوم إنه الهيئة المستقلة تتابع أمور الأحزاب كتسجيل
وانه تعرف اذا الحزب طبق شروط الانتساب او لا. هلا بعد التاسيس، هلا شو دور الهيئه المستقله للانتخاب؟ لانه هذا الشيء مش واضح. هلا هي كيف بدها تتابع امور الحزب، امورها الداخليه، كيف بدها تتابع لبعدين شو بصير داخل الحزب، واكيد الهيئه المستقله هي رح تكون مسؤوله عن موضوع الانتخابات. وشكرا. مساء الخير جميعا. معالي الدكتور أمنسي، الله يعطيك العافيه على هذا العرض الممتاز. قبل اي شيء في نقطه للتوضيح فقط، اللي بوقعوا على عدم الانتساب للاحزاب هم مكرمه القوات المسلحه، مكرمه ملكيه لابناء القوات المسلحه. هناك مكرمات متعدده ما بوقعوش على، بس هاي نقطه للتوضيح. حتى فيما يتعلق بالقوات المسلحه، اثناء المنحه اللي هي 4 سنوات الطالب ما بينتسب للاحزاب، بس بعد ما يخلص الجامعه اذا ما بده يدخل على القوات المسلحه ما في ما يمنعه من انه ينتسب للاحزاب ويكون فاعل ونشيط فيها. في نقطتين بحب بس اوضحها لكم كشراكسه، معاليها ما تطرقت لهم، ولو الوقت اسعفها انا متاكد بدها تطرق لهم، اللي هو الشركسي المقيم في اي محافظه او اي دائره محليه لا يوجد فيها مقعد للشراكسه يستطيع انه ينقل صوته للدائره اللي فيها مقعد للشركس. يعني على سبيل المثال الشركس اللي ساكنين في اربد بيقدروا ينقلوا اصواتهم اما للزرقاء او لعمان. وفيما يتعلق بدوائر عمان ايضا، اذا الدائره عمان تنقسم ل3 دوائر محليه، اذا كان المقيم في دائره مش موجود فيها المقعد لشركس او الشيشان بيستطيع انه ينقل صوته للدائره اللي فيها المقعد الشركسي الشيشان. وهي لازم يعني تتوعوا لها جميعا، لانه مجرد ما يبدا تسجيل للناخبين يجب انه الشراكسه اللي مش موجودين في دائره انتخابيه ما فيها مقعد لشركس والشيشان انه ينقلوا اصواتهم مباشره. هاي النقطه. النقطه الثانيه فيما يتعلق بموضوع المقعد الشركسي الشيشاني في الدائره العامه اللي هم عباره عن 41 مقعد. زي ما حكت معاليها، اذا الشركسي اللي موجود في القائمه الحزبيه في الدائره العامه وقع من ضمن اعلى 38 واحد جابوا اصوات، فهذا المقعد ياخذه الشركسي ولا يحتسب من ضمن الكوتا. ماذا يعني ذلك؟ انه اللي بده ينزل على القائمه الحزبيه الشركسي بده يكون يعني معروف بشكل جيد على مستوى الوطن، شخصيه وطنيه كبيره معروفه على مستوى الوطن، حتى تكون فرصه للنجاح فرص عاليه. ويعني ايضا ان يكون منتمي حزب قوي له تمثيل في مختلف انحاء المملكه. ما في اي حزب قوي ما راح يقبل اي مرشح شركسي او شيشاني انه يدخل معاه ويعطي له مواقع متقدمه الا اذا كان ضامن انه هذا الشخص بيقدر يجيب اصوات الحزب. واحنا كشركس معنا بنصوت بشكل كافي، وبالتالي المحظور اذا ما نشطنا نحن وما انتمينا للاحزاب، المحظور انه هذا المقعد الاضافي عمره بحياته ما راح يتحقق لان نضل على مقعد. نعم. محجوز يعني الشركه. لا يعني لا هو يعني العام الاغلب انه الشركس بياخذوا مقعد الكوتا وما راح يكون في لهم حظ في المقعد الاضافي اللي ممكن انه يكون من ضمن 38 مقعد، الا اذا كان نشيطا حزبيا قوي جدا ومنتسب لحزب قوي اللي بيستطيع انه يجلب اصوات
على مستوى على الأقل يعني 6 محافظات على الأقل. النقطة الأخيرة اللي أنا بحب أختم فيها وجود معاليها في مجلس الوزراء تقسيم الدوائر الانتخابية في عمان. الزرقاء ما في مشكلة لأنها دائرة. في عمان في 3 دوائر، وبالتالي تقسيم الدوائر الانتخابية يجب إنه الحدود الجغرافية تبع الدوائر تضمن وجود أكبر عدد ممكن من الشركس في دائرة واحدة، وبالتالي يمكن يكون تقسيم دوائر عمان تقسيم قولي وليس تقسيم عربي. فبرجو من معاليها، لأنه هذا الأمر للحكومة ولم ينص عليه قانون الانتخاب، برأيي أنه أنا كان لازم قانون الانتخاب يشمل تقسيم الدوائر الانتخابية، وهذه ممارسة عالمية فضلة معروفة، بس إحنا لن نلجأ إليها. ولذلك هذه النقطة بدها انتباه وبدها اهتمام في مجلس الوزراء عندما يتم مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية. الكوتا إحنا صحيح قانون عصري وجديد ومتقدم، ولكن زيه زي أي قانون بعد التجربة الأولى قد يتعرض إلى تعديل، وبعد التجربة الثانية قد يتعرض لتعديل آخر حتى نوصل للمرحلة الثالثة اللي بتكون في سنة 2032 على ما 2032. لذلك الوقت قد يتعدى القانون أكثر من مرة، ولذلك يجب أن ننشط نحن كشراكسة من أجل الضغط باتجاه أنه نرجع مقعد ثالث على الكوتا للشراكسة. والعدالة في ما جرى في القانون هذا الحالي أنه على الرغم من أنه 90% من الشركس والشيشان عايشين في عمان أعطوا مقعد واحد فقط، وأعطي لل10% الآخرين اللي في محافظة الساقاء مقعد آخر، وهذا ليس من العدل وليس من الإنصاف. العدل والإنصاف أنه يكون لعمان مقعدين. وبالتالي كلمة لجميع المتنفذين الشراكس والناس اللي ممكن أنهم يضغطوا عندما يفتح، إذا فتح قانون الانتخاب للتعديل مرة أخرى، بأن يتم نضال قوي جدا من أجل إعادة مقعد آخر لعمان. شكرا. في الواقع مداخلة سريعة جدا. نحكي على الشباب والشابات، أرجو أنه نجحنا الليلة نستقطب 20% من الشباب والشابات. أرجو أنه حكينا مع ناس كفاية علمية. بشكر الدكتور محي الدين. لازم نخطط لما بعد الدورة الثالثة. احنا عم نحكي على مستقبل اولادنا وبناتنا، مش على مستقبلنا احنا وصلنا لنوصل. الشباب اللي بقعد معهم بيقولوا احنا فقدنا الثقة في الكبار، والحمد لله الشباب بلشوا يشتغلوا. اللي راحوا على حزب الوفاق اظن حصلوا 2 سلوتس مهمات واساسيات وحيويات في الحزب. لو الاخ محمد كتاوي يحكي لنا شويه على اللي سووه الشباب، بلش حركه ممتازه، حوالي 150 واحد في 50 عقارين، عم يفرزوا قيادات شبابيه ممتازه جدا بيشتغلوا بصراحه. معالي الوزيره حطت ايدها على الوجع لما قالت اولادكم. دكتوره هيام قالت لازم نكون جزء من صانعي القرار، نتحيز. الدكتور احمد حكى على التوعيه. يا اخوان احنا جزء من التوعيه. دراسه مركز الدراسات الاستراتيجيه بيقول 3% فقط مهتمين باي نشاط سياسي، 13% فقط من سكان المملكه في حين الدراسه بيعرفوا عن قانون الاحزاب. فنشكر احنا جهد الليله، لكن احنا جزء من المجتمع ولازم نشجع شبابنا، لانه هذا حياتهم في المستقبل. هذا الوزن تبعه، يا اما كن او لا يكون. وزننا السياسي في ناس يعني ما بيقبل الحكي هذا، بين في انتخابات البلديه. تتذكروا احنا سوينا اجتماع دعينا له كيف نواجه تغير رياح السياسه في الاردن. حضروا فوق 150 واحد، ونتج عن كتاب الى
رئيس الوزاره ورئيس مجلس النواب والعام الاخري وقعوا 1500 شركسي لاول مره في تاريخ المملكه 1500 شركسي بيتفقوا على شغله على اساس المقعد الشركسي. لكن احنا اللي سمعناه من سمير الرفاعي ولجنه والاخرين اظن هذا المقعد الشركسي راح يطير. ولذلك اللي تفضلت فيه الرص على شبابنا، لانه من اهم الاشياء في انتخابات امانه العازمه ترجيت الناس انا في اجتماع الجمعيه لا تقولوا بنصوت لبنت الحجباس او الثانيه، قولوا بنصوت لانسان شركسي. حكينا مع اخواننا المسيحيه والفلسطينيه، حتى كان في الهيئه الشبابيه مختار بتعليقات كان قاعد في الاصوات الفلسطينيه. لولا مشوقه ما نجحت، اللي نجحت الثانيه اظن جابت 400 صوت. وين الشركس؟ البيادة كلها مع المسيحيه اللي حكيت معهم، مع العبابيد اللي حكيت معهم، مع الناس اللي اشتغلت معهم. فاحنا يوم التصوير مثل ما حكى الدكتور مش لازم ننزل على الغور نهش ونمش، لازم نعلم اولادنا المضبوط. احنا اللي قاعدين ترى مروحين، وصلنا اللي وصلناه. نصنا الدوره الثانيه بيكون ميت، ونص الدوره الثالثه رايح. يا اخوان بدنا نكون احنا دعمنا الشباب. الشباب المضبوط ذهبوا من حكينا، وانا مش شايف المضبوط 20% لهم شباب، ما استقبلنا، ما نجحنا في الاستقبال. فلذلك المضبوط نشكر الدكتوره والدكتوره هيام على الاستعراض المحترف المضبوط والمعلومات القيمه، لكن في واجب كبير رسنا اولادنا وشكرا. يعطيكم العافيه جميعا. سوسن هاني عزيز. يعني ندوه كثير حلوه. في عندي انا بس تساؤلات هيك تنتين وبعدين اسئله. تساؤلات بس هيك قصدت شوي انه الشباب حق لهم ينتسبوا لهالاحزاب من عمر 18 ل 35 الفئه المستهدفه جدا. بكونوا في عنفوان شبابهم واندفاعهم والناس بتجرجر فيهم بسرعه. كيف بدي انا الاقي طريقه منيحه اني اوجههم للاختيار الصح للحزب الصح، مش يتجرجروا على بسرعه هيك وللاسف يكونوا منخرطين في حزب غير ملائم وغير مناسب. زائد شغله ثانيه، انا كيف بدي احفز الشباب يجوا؟ صح هو واحد في بيته لازم يحكي ويرشد اولاده ويدلهم ويهتم بهالقصص، وما في ولايه لاي شخص المشكله على اي شاب يحكي له انت روح هون او تعال هون بينعزل عن المصالح الشخصيه. هاي مجرد تساؤلات بشكل عام، مش بس بتخص احنا اولادنا، كل المجتمع الاردني بشكل عام. وفي ملاحظه هلا انخراط المراه في الاحزاب كثير ضروري، بما انه 20% من الاحزاب لازم يكون فيها شابات وسيدات. كل ما زاد انخراط المراه في الاحزاب بتزيد فرصه الشراكسه في الاحزاب. يعني عندك 20% ستات، لازم يكون في ستات. طيب لما يكون نسبة الستات أكثر برضه رح يكون في فرصة أكثر لأنه سيدة تزيد في المقاعد الشركسية أكثر من فرصة الرجال، لأن نسبة كمرأة إلها نسبة بالإضافة كمقعد شركسي ولا نسبة. فأنا بشجع إنه الستات والصبايا يشدوا حيلهم وينتسبوا. وعلى مستوى الدائرة العامة لازم يكون صراحة في اتفاق عام، نلاقي شخصية تنزل يكون معروف، مش والله 50 واحد هم ينزلوا طبعا ولا واحد فيهم راح ينجح زي ما صار في إحدى الدورات. هلا في عندي أنا تساؤل أو سؤال للمعنيين، إذا تم حل الحزب لأي مخالفة وما بنحله بسهولة، يعني في أسباب للحل ومطلعة وكانت موجودة على السلايدات، شو بيصير بالأعضاء اللي بهالحزب هدول؟ في إمكانية ينتسبوا لأحزاب ثانية ولا أصلا ممكن الأسباب في حل الحزب الممارسات الشخصية لهدول الأشخاص، فإنه ما ينقبلوا مرة ثانية في أي حزب ثاني أو عليهم مساءلات قانونية. شو بده يصير بخصوصهم هدول الأعضاء؟ اوكي شكرا. بس هذا هو يستوي. شكرا. وين الباشا داوود هاتوس؟
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. في شرطية دقيقة لأنه أحد المحاضرات وشارك كتب رعاه سمير الحباشنة واحد الوزراء قال إذا قلنا ذكرونا لأنه كانت لي قالة في البعض أثناء الندوة قالت دقيقتين ثلاثة أربعة. سؤالي لمعالي الوزيرة من خلال ساعة العين السابق دكتورة أشارت للرافعة والوزيرة أشارت للحاضنة. ما بين الرافعة والحاضنة في عملية فجوة وجاب اللي هي انخراط للشباب المرحلة المقبلة. والباشا حسن شردم أشار إنه العين على الشباب في المستقبل، وتوجيهات سيدنا أشار للشباب للمستقبل من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس من الأعلى إلى الأسفل. وأشار من خلال الجامعات استقطاب الشباب الطلاب الجامعيين، ولي العهد أيضا من خلال الجامعات أشار لأنتم المستقبل شابات وشباب. كبار السن ما بدنا ننافس الشباب بالمرحلة المستقبلية، بدنا نشجعهم ونعطيهم توعية ودور بدهم يقوموا بدورهم. ونلقى لمعالي الوزيرة شو دور معاليها كحكومة على تشجيع الشباب، خصوصا أنا عضو جمعية عون الثقافية الوطنية. قمنا بعدة زيارات لجامعات، قمنا جامعة الحسين بن طلال، جامعة اليرموك وجميع الجامعات. كان الربط من خلال الشباب بكلمة عامة: شغلونا أول بعدين ننخرط للأحزاب، شغلونا أول بعدين ننتخب. وهذا هو التقاعس في الشباب في الدخول للحزب أو الانتخاب. وشكرا عليك. شكرا. آخر الله يمسيكم بالخير جميعا. طبعا انا ما بدي ازيد بالشكر حتى لا تبدو كلمات الشكر مستهلكه، الله يعطيكم العافيه ما قصرت. ما وصل دوري الا انه يعني عده اشخاص حطوا ايدهم على الوجع او على نقاط الضعف اللي كنت يعني بصراحه بدي اشير لها، ولكن اكيد بدنا توجيه من معالي الوزيره فيما يتعلق فينا كشراكسه. ماذا اعددنا من قوه ورباط حتى ننخرط او قبل ان ننخرط في الاحزاب؟ هاي نقطه. يعني بدي اضرب مثال بسيط. انا وحال كثير من الشباب بيحكوا معهم جهات واحزاب والله بدنا اياكم تنضموا معنا، سواء بصفه شخصيه او بشوفوا بناشط اجتماعي. هل يكفي اني انا احمل هويتي واشوف الشباب اللي بمون عليهم واقول لهم يلا نلتحق بالحزب؟ ندخل على اي حزب بدون مشروع بدون هويه إلنا كشركس؟ يعني ندخل كضريرين فقط يعني على الاحزاب؟ لابد انه يكون في توعيه. الدكتور محي الدين طور اشار لموضوع مهم اللي هو تنشيط الشركس. الباشا إحسان شردم أشار للانتخابات اللي حصلت مؤخرا في مجالس المحافظات، وأنا بدي أشير للانتخابات اللي حصلت مؤخرا بالجمعية حتى الشركسية اللي هو بيتنا. فلا ينبغي أن نرتب بيتنا الداخلي قبل أن نخطو أي خطوة باتجاه الأحزاب. أنا ما بدي أوجه لوم إلنا، بس في عندي ملاحظة بسيطة جدا. أرجو ضيفتنا العزيزة اللي ذكرت إنه كلمة جالية شركسية، والله نحن لسنا بجالية، احنا اللي أسسنا هذا البلد. ولكن قد يكون خانك التعبير دكتورة، وقد نلوم نفسنا أحيانا إنه وصلنا لهذا الموضوع. شكرا. يعطيكم العافية دكتور كمال ميرزا. ملاحظة بس كمال ميرزا. يعني في نقاش
بس بتخيل لانه الوزيره موجوده لازم ينحكى ولو انه اوسع من هاي، يعني الى اي مدى احنا يعني في نقاش الى اي مدى امام احزاب حقيقيه، يعني فكره الحزب البرامجي اللي عم تتروج على حساب الحزب الايديولوجي العقائدي اللي احنا متعودين عليها، الى اي مدى هاي احزاب مش NGOs، يعني احنا امام احزاب يعاد انتاجها على طريقه الNGOs، فهذا بحد ذاته هل هي تنميه سياسيه وهل هي احزاب؟ والطريقه اللي يروج الى الموضوع الشكلانيه من الاعلى الى الاسفل، هل هي حقيقه ترسي لحياه حزبيه لتنميه سياسيه خصوصا عن الشباب؟ هذا النقاش قد يكون اوسع من هذه، بس برضه كونه معاليها موجوده فاحنا بنستغله، في ناس من السلطه التشريعيه وفي ناس يعني مهتمين سياسيا. في ملاحظات تتعلق في خصوصيه هذه الجلسه، الملاحظه الاولى يعني انا بعرف خلال الفتره الماضيه صار تشجيع للشباب ان الانخراط بالاحزاب، ويفترض انه في عدد لا باس فيه سجل اعضاء في احزاب، بس ما عم بشوف يعني الرقم اللي انحكى انه هذا سجل في احزاب ما عم ينعكس على الحضور اللي انا بشوفه اليوم، فاتمنى انه يعني ما نعيد نستنسخ نفس التجربه احنا كشركس اللي في الجمعيه ولا في النادي ولا في اي مؤسسه نسويها نستنسخها في الاحزاب، انه احنا بنحشد هي جموع نتعامل مع الشباب بس اعداد وجموع بالنهايه بيتجيرهم لسين ولا صاد علشان اللي هم من نفس الدائره الضيقه اللي بنشوفهم في كل مكان، وهذا باخذلهم وبعدين الشباب بيفلتوا، بعد شوي بقول وين راحوا الشباب وين ما بيجوا. فانا يعني مستغرب هل يعني خذلناهم قبل ان نبدا؟ ال100 اللي سجلوا في حزب وينهم؟ اذا ما يجوا مثل هيك الاجتماع ولا خلص سجلناهم عشان سين وصاد خطف مكتسبات معينه داخل الحزب، وهذول بس عباره انا عم بعد عدد يعني جايبهم 8 عدد. فهي ملاحظه. الملاحظه الثانيه في شيء مهم، يعني انا دائما بحكي من مشاكل الشركس في المجتمع الشركسي بيتصرفوا وكانه قاعدين بحشش لحالهم وبيشتغلوا ببعض بين مؤسساتهم وانقساماتهم، وما في شيء برا هذا الحشش. اللي بيصير في البلد هو جزء تمام، اللي بيصير في البلد جزء من سياق. هذا السياق انا بنطلق من حكت الدكتوره هي انه في توجه انه بدها تلتغى الكوتا، ما في شيء اسمه كوتا، في عندي انا في تصور، في تحول بصير على البلد، وهذا مرتبط مش بس بالبلد، وفي سياق عام اكبر من الشركس واكبر من اللي احنا اللي بنحكي فيه بالهاي، هذا فيه ما في شيء اسمه هويه جامعه غير ما احنا مفهومنا الاعتيادي، ما فيه شيء اسمه انا كوتا، ما فيه، في عندك حياه سياسيه من خلالها كل مكونات هاي المجتمع بدها تكون حاضره في الهاي، تمام. السؤال اذا احنا بدكم تشجعون الانخراط السياسي، الشركس اللي بده ينخرط في الحياه السياسيه داخل الحزب، الشركس لحتى من اين سيحصل على ثقله لحتى يكون شخصيه، يعني الحكي بعد 3 دورات فيش كوتا كله بده يكون عن طريق القائمه الوطنيه، عن طريق احزاب، والحكي لقدام عن حكومات حزبيه. طب هذا الشركس يعني ديموغرافيا ما في ثقل، يعني الشركس كلهم لو صبوا على المستوى الوطني على واحد جزء ما ينجحوا عدديا، ثقل اقتصادي ما في، انه يكون والله اللي حكوه يكون شخصيات وطنيه لها حضور بالهايوين، الانغلاق اللي احنا بنمارسه واي واحد بنتقده كان انه يحارب ويهاجم عم ندفع ثمن. وين في عندنا شخصيات احنا سياسيه؟ ال3 شخصيات السياسيه يعني المنخرطين في الحياه السياسيه الشركس خلال ال20 سنه الماضيه، توجيه فيصل، منصور مراد، احمد فاخر، وبيجوز شوي مشوقه لانه هلا هو في طب هذول اول امبارح قبل ما نحكي عن اصلاح سياسي انت بتحكي اسمهم قدام الشركس بيقولوا لك سلام قولا من رب الرحيم. فهلا من وين بدنا نجيب هاي الشخصيه الكاريزماتيه؟ انا جوا الحزب من اين ساستمد قوتي جوا الحزب عشان يكون تصنيفي رقم 1 في الحزب تبعي مشان انا في القائمه اني انا افوز. ملاحظه اخيره، انا بدي استغل بس انه في ممثلين عن كل المؤسسات والاطياف الشركسيه. هذا النموذج اللي هو بلش من فوق في الاحزاب، هذا نموذج للبلد لكل، يعني بمعنى فكره الهويه الجامعه والاحزاب، وما عندي حزب ديني وما عندي حزب عرقي وما عندي حزب ايديولوجي وما عندي، هذا بكره اذا صار يعني خذوه في عين الاعتبار لما تخططوا، هذا بكره قد ينسحب على المؤسسات. ما في عندي جمعيه، ما في عندي نادي، ما في عندي مؤسسه على فئه معينه من فئات المجتمع بمعزل عن الله، فاذا صار هذا النموذج عمم اللي عم بتسوى الاحزاب، شو التصور تبعكم بكره للحفاظ على الخصوصيه تبعكم اجتماعيا ثقافيا او حتى كمكتسبات ماديه وموارد هاي المؤسسات؟ اسف على الاطاله، اخر ملاحظه، بما انه في نيه
بدنا نعطي مجال. بس اخر رجاء، بما انه في نيه انه لانه يتساوى مثل هاي النشاطات، فلنرسي بما انه نحكي الشباب فلنرسي تقليد، يعني وكبريتنا ما اظن بمانعه لانه هم طول عمرهم يعني الهاي انه اعطاء الاولويه للشباب بالسؤال بالتعقيب والهاي، ومن ثم بيجي الكبار يعني هم بيحكوا، بنكسب عصفورين بحجر واحد، منه بنحقق انه احنا عم نسمع منهم وبنقوي شخصيتهم، ومنه بالعكس بجوز هو لما يسال سؤال الكبير يعني بمداخلته يثري السؤال اللي هو حكاه بدل ما تكون الآلة معكوسه، لانه انا بتخيل ولا واحد من الشباب، انا عمري 42 سنه يعني ما بعتبر حالي شاب بالمفهوم اللي بنحكى في الهاي، ما حدا حكى من الشباب، اللي حكى هو يعني هم كبارنا وعلى راسنا، بس هم نفس الاشخاص اللي بيحكوا في اي مناسبه ايا كانت يعني. لا اسمح لي يعني كنت اعطي للشباب وللمراه وللرجال والكبار، الكبار هم اصحابي الخبره اللي ممكن يعطوا ويدعموا في كل يعني توجهات الشباب للاحسن. مين ضل هلا؟ بس اخر سؤال، لو اخر شخص لو سمحتوا خلاص يعني بنرفع. شكرا جميعا. حقيقه القانون دخل على شغلتين انا برايي متواضع. انا امجد لمبس. اول شيء ذكرت معاليك انه القانون اشترط انه يكون في واحد من ذوي الاعاقه. الإعاقة نوعين، في عقلية وفي جسدية. الجسدية ممكن تعالج بالطب. بس المفروض كان انه القانون يعرف ويبين ما هي الإعاقة بطريقة ما. هذا واحد. ممكن معرفة يعني. طيب في نقطة ثانية هي مين هو الشركسي؟ أنا بروح برشح على الانتخابات العائلية أقول له أنا شركسي. أنتم بتثبتوا إني أنا شركسي. لو سمحت. أنا في عائلات أصولها شركسية بالأصول فلسطينية، جيراني من دار بيبرس يقول لي أنا شركسي من فلسطين. أوكي. لو راح هذا يرشح نفسه بيقبلوه مثلا؟ لما أروح أنا أو أي شخص واحد على الهيئة المستقلة يقول له أنا شركسي بدي أرشح. شو بيثبت له أنا شركسي؟ اسمح لي بهاي النقطة خليني أجاوبك عليها. موضوع جداول الناخبين ومعالي قال إنه هو فعلا أنا كنت محضرة عن جداول الناخبين بس لضيق الوقت ما حبيت أدخل بهاي التفاصيل. فيما يتعلق بالجداول الأولية للناخبين تستطيع أنت كناخب وكشركسي لما تشوف الجداول الأولية للناخبين وتطلع وتشوف وجدت شخص أنت بتقول عنه مو شركسي مش من أبناء هذه الدائرة تقدر تروح تقدم اعتراض، وبالتالي كفل القانون لأي ناخب بغض النظر شركسي ولا مش شركسي يروح ويطعن ويقدم ما يثبت ذلك، فإذا القانون أعطاك هذا الحق فيما يتعلق بالجداول الأولية للناخبين. شكرا للوصفات. أجابتك نقطة ثانية. أنا عندي تعليق على اللي قالته المدام هنا، أي بنوجه أولادنا على أي حزب. أنا عندي هالقد اعتراض كبير على الأحزاب وكيف تدار، وكنت في حزب 3 سنين واستقلت لأنه الأحزاب ما زالت تخدم واحد أو اثنين اللي أسسوها، وبعدين لما يوصل هذا ما بتعرفوا على الباقيين. بعض اللي يترشحوا عن الأحزاب والله ما سألوهم ولا سابني. عندي ما بدي أدخل في هذا الطابق مرة ثانية نبحث فيه. لا والله هم اللي هلا على الساحة، هم اللي على الساحة عليهم كويشنات كبير الأحزاب. فمشان هيك أنا بتمنى من الأخ داوود إنك تعمل لقاء مع هذول الشباب مع كل حزب تقريبا، هذول اللي صلحوا أمورهم ونظموا أمورهم، خليهم يقعدوا معاهم ويتحدثوا معاهم، يعني يدعوهم للقاءاتهم مشان يقدروا يعني يفرقوا بين حزب وحزب وين هم ممكن ينسجموا. الحزب مش هو اللي مش قبره وربيع، لا أنا بعرفهم يسألوني يعني. طيب نعطيك يلا اسأل ثانية واحدة معك. ممنون عليه ثانية واحدة. أنا السؤال
سؤال يعني خلي يخلص في انه مصلحتنا احنا كشركه اللي تفضل فيه دكتوره بدنا نعرف الشباب بالاحزاب، بس لو حدا يتبنى تشكيل لجنه يقول للشباب بدنا نذهب، احنا نكون مع بعض قوه بحزب واحد ولا نضل كل واحد زي ما بده باي حزب يروح عليه؟ وين مصلحتنا احنا كشركه؟ هذه اللي ما حدا فكر فيها. في مجموعه حاولت تبلش بهذا الموضوع وللاسف ما كملت. اتمنى كان على فئه معينه، ناس نحكي عدد معين. معلش ما هو انا بدي احكي احنا انا عضو مجلس العشائري وكان في لجنه اين نذهب؟ السؤال كان لكم والكم كاعضاء او زملائنا بالمجلس، اين نذهب؟ كشركه بشكل عام. هذا السؤال اللي انا اتمنى تجاوب فيه الشباب، اين نذهب؟ ولا زلت بقول الفرصه امامنا، الشباب هلا في مجموعه سحبوا حالهم ولموا حالهم وراحوا على حزب معين. بناء على ايش؟ شكرا. شكرا جزيلا. نعطي للدكتور 5 دقائق يجاوب على الأسئلة. يعني ابتداء انا بحب اكد واقول ما بنقدر نحكم على اي شيء قبل ما نجربه. قانون الانتخاب رح يبلش تطبيقه بالمجلس القادم، وبالتالي رح نشوف نتائجه وان شاء الله ما بتكون نتائجه غير زي ما يعني زي ما كلنا نتامل ذلك، وزي رؤى التحديث ما كانت تطمح لذلك. هذا ابتداء، وبالتالي احنا لازم نطبق القانون ونعطيه فرصه. احنا ما في داعي نكون دورنا يعني متشائمين ونضلنا نقارن ونحكي على الممارسات ونحكي على قصص ممكن تكون تجارب او مرات فيها يعني بيكون فيها بعض عوامل يعني مو شرط تكون عوامل عامه. هلا احنا في عندنا فرصه كثير كبيره، احنا خلينا نطلع بايجابيه، احنا عندنا فرصه كثير كبيره، لنا دور كثير كبير بالتوعيه، بالتثقيف، بالرقابه على اولادنا. الكل كان اكثر شيء الان انه انا ابني كيف بدي اقول له فوت على حزب وشو هو الحزب اللي بده يروح عليه. هذا هو الدور اللي احنا هلا لازم نقوم فيه. احنا مقبلين على الاحزاب شئنا ام ابينا، وبالتالي احنا مش لازم نلف وجهنا ونتخبى، احنا بدنا نكون واعيين متاكدين ونلعب الدور الصح، نودي اولادنا وهم محملين بالمعلومات الكافيه، مش يجي اي ناس يعطيهم اي معلومه. هذا اول دور، التثقيف والتوعيه والتوجيه. طبعا الشغله الثانيه اللي بحب اكد عليها موضوع شو دور الحكومه؟ الحكومه دورها طلعت انظمه تنفيذيه ورح تطلع نظام المساهمه الماليه، نظام المساهمه الماليه اللي رح يطلع رح ياخذ بعين الاعتبار كل ما انت كحزب مكنت المراه ومكنت الشباب وقمت بالادوار اللي مطلوبه منك بالقانون، مساهمتك الماليه رح تزيد، وبالتالي من خلال المساهمة المالية رح يكون في دعم للشباب ودعم للأحزاب، وفعلا نوصل للأحزاب اللي نطمح لها اللي هي الأحزاب البرامجية. فيما يتعلق سألت على موضوع شو دور الهيئة المستقلة. الهيئة المستقلة لها دور كتير كبير. قلنا بالتأسيس، تأسس الحزب، ما بعد التأسيس من خلال المساهمة المالية. المساهمة المالية اللي بيطلقاها الحزب بده يكون في رقابة، بده يقدم حسابات مالية، بده يبين أنه الأموال كلها صرفها وفقا للأوجه المحددة في القانون. طبعا كمان أمين السجل بيراقب الأحزاب في أي حالة بيتم فيها مخالفات للقانون. القانون نظم هذا الموضوع سواء من خلال المحاكم سواء من خلال أمين السجل نفسه، فهي هي الرقابة اللي بتكون على الأحزاب. في أي نقطة ثانية ضل ما جاوبت عليها؟ شكرا معاليك وشكرا للجميع.